نحب نرحب بضيفتنا عشان انا مش عايزين نسلم عليها. معانا مريم، بس خلف الاسوار. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. طيب ازيك يا نهيره؟ الحمد لله. عامه بتعملي مره بقالها مرتين وانا معديه الموضوع، بس ليها اخر معايا. طنط لو سمحتي قولي لها بطل تضايقني بعد اذنك يعني. ماشي، انا اسفه. هسامح عشان خاطرك. جايين نتعرف على مريم النهارده ونغير لكم شويه يعني عشان نزهق. ف قولي لنا يا مريم، الانسانه تحب تقول لمريم نبدا باول حاجه. احساسك ايه؟ احساسك ايه؟ احساسي انا حاسه ان انا متوتره قوي من الموضوع، حاسه ان انا هستجوب. لا 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 لا، احنا هنستجوبك بس مزاجك. تقلقيش. احب اسالك اول سؤال، قولي لي امتى اكتر وقت كنتي حاسه ان انتي مرتاحه بنفسك وشخصيتك؟ حاسه دلوقتي معانا ولا صباح النرجسيه يعني؟ لا، حاسه السنه، بصي السنه دي كانت صعبه شويه، بس في نفس الوقت كانت اهدى عليا نفسيا عن السنين اللي فاتت. حاسه ان انتي بدات تفهمي نفسك شويه اكتر؟ هي دي البوينت. بس انا فكرة ان الناس مش عارفه ان انا شخص هلاس فشخ، فهم مش الجد ده غريب جدا. مع ان على فكره طب ما انا وانتي عادي بندخل في نقاشات جد يعني عادي، مش ضحك طول الوقت عادي يعني. بس السنين اللي فاتت كانت بالنسبه لي او انجر او صراعات اكتر بكتير قوي من السنه دي. السنه دي كانت اكتر اللي هو وعي. بالظبط. طب ليه يعني؟ ايه التغيير اللي حصل اللي خلاكي تحسي انك انت حاسه ان هو في كذا حاجه. انا حاسه انا بتسال على شخصيتي. ادي يا مريم، عايزه يا حبيبتي خدي شويه من النرجسيه اللي عندك. ايوه اتعودنا خلاص. حاسه ان هو عشان السنين اللي فاتت كانت مينلي بتأقلم اكتر بكتير قوي على اي حاجه انا بتحط فيها، عن ان انا بتكوني شخصيه مساحه. اقول ان انا مثلا مش موافقه على ده، او ده مش مناسب ليا، او ثانيه. انت كنتي شخص بيتأقلم على اللي بيتحط فيه؟ اي حاجه بتتحط في ايا كان الناس اللي حواليا. حاسه انا عمري ما تخيلتك كده عامه. السيتويشنز اي حاجه انا هتأقلم عليها واقول ماشي حاضر تمام، انا راضيه كويس نصيبي وبتاع. انا عمري بجد ما تخيلت ان بس انا كنت فاكره ان دي ايجابيه، ما كنتش فاكره ان دي سلبيه، ان هي سلاسه. انا سلسه وبتاع. وعامه انا كنت مقتنعه اقتناع، او يمكن دي من الحاجات اللي كنت حاطاها في دماغي قوي، ان انا دايما كنت عايزه الناس تفتكرني الشخص السلس السهل اللي عدى علينا كده، وفما ما حسوش ما عادش الامور بالظبط. فكنت بحس ان هو خلاص دي شخصيتها تمام، دي مثلا المفروض اتعامل معاها بطريقه معينه، حاضر. دي معترضه، معلش. طب ليه ما شفتيش ان انت كمان من حقك ان هم يبقوا برضو بيعملوا زي ما انت بتعملي؟ ده كان بيزد على ان انا ما كنتش بحب حد لا، انا ما بحبش الانتقاد من الناحيتين، لا مني اتجاه الناس ولا العكس. اوكي. فكان بالنسبه لي ان انا برضو بيزد على دماغي، انا كنت فاكره ان دي سلاسه اكتر بكتير قوي من انها راحه ليكي يعني، او شخصيتك يعني. بالظبط. انا عامه هو ده بيزد اون childhood. اكيد. اكيد افكت يعني، هي حاجه افكت حصل. يعني مثلا اللي انا اعرفه، انا مثلا كنيره قعدت فتره طويله قوي في حته ان زيك، في حته مش اللي هو عدم المعارضه، او ان انا يبقى عندي راي او اين كده، بس كنت فعلا الشخص السهل تتعاملي معاه في كل حاجه. يعني باي ديفولت كنت انا الشخص اللي ببقى في مشاكل ماما وبابا، انا الشخص اللي بيحاجز ما بين ده وده، انا الشخص اللي دايما تمام واوكي ويلا. حاسه ان في فتره الجامعه ده قلب معايا بعند، يعني انا بقيت بعاند بقى في انه انا ليا راي وانا ما اعرفش ايه. اي جيت تريجر دلوقتي من فكره ان حد يقول لي لا انا رايي انا صح وانتي رايك انتي غلط، فلاقيني
very defensive. انا كنت كده مع بابا كتير very defensive بطريقه out of control. يعني انا بقيت مثلا اتعصب جامد جدا من فكره ان حد احس بس احساس ان حد هيمشي عليا رايه، لدرجه ان انا قعدت مع نفسي وانا ليه بعمل كده. اكتشفت ان انا لا، طول ما انا حاسه ان انا رايي ووجهه نظري وكينونتي مهدده، يعني انا باخدها كده حتى لو هي مهدده من فكر ان شخص بيحاول يكنترول مي او يمشي عليا رايه، بقى الموضوع يتريجر مي العكس، واحس ان انا بشوت داون ومش عايزه اتناقش في الموضوع، مع ان انا شخص في الطبيعي بحب النقاش، بحب اسمع اراء تانية وبحب ما اعرفش ايه. فده بيظهرني في تحت لايت ان انا عناديه، فاهمه؟ بس انا مش بعاند لمجرد المعانده، انا بعاند خايفه خوفا من ان انا ارجع لمرحله ان انا ماليش راي، او ان انا مثلا كنت سلسه قوي لدرجه ان اتحط في سيتويشنز مش عايزه اتحط فيها. بس هسألك سؤال، هل قبل كده كنت في نص السيتويشن دي وادركتي انك بتعملي كده ووقفتي نفسك؟ مؤخرا، لكن عمري ما الفتره اللي انا كنت فعلا فيها شايفه ان انا كنت فليكسبل قوي واوبن مايندد وما اعرفش ايه للتشينج والحاجات دي، لا ما كنتش بعمل كده. وكنت اتحط في الموقف اللي انا مش عايزه اتحط، وفي جزء منه طبعا بيبل بليزنج جدا يعني، لسه كنت اقول لك بس كنت اتحط في الموقف واقول معلش انا هاجي على نفسي، انا اقدر اجي على نفسي، بس هم مش شرط يجوا على نفسهم. واول ما اتحط في الموقف والموقف يخلص، لما اقعد افكر في اللي حصل اتضايق قوي ان انا ما قلتش رايي. أيوة. او ان انا اتحطيت في الموقف ده وانا ما كنتش عايزه اتحط فيه، او اني مثلا اللي انا عملته ده ضد الفاليوز بتاعتي او ضد الحاجه اللي انا عايزاها. بتحصل لي كمان بطريقه عامله ازاي؟ مثلا انا شخص ما بيحبش الشيشه والحاجات، تمام، بتعب منها، مناخيري بتتعب وانا بتعب، انا مش دعوه انت بتعملي ايه، بس انا بتعب. فكان لما ببقى قاعده مع ناس تبقى عماله تشرب شيشه تكسفي تقولي ان انا يا جماعه متضايقه، الموضوع بيتعبني بالزبط. يعني انا مش بسخف انا ما زلت على فكره في الموضوع ده بالذات، ما اعرفش ليه. حاجه تانية لما جيت مثلا خلاص هتجوز او كده، كانوا بيتكلموا بقى انه احنا نجيب بقى شيشه ونروح نقعد، لا سوري لا، يعني انتوا حرين، انتوا عايزين تعملوا كده في اي حته، حد تاني ممكن يبقى ده بالنسبه له اوكي، انا بالنسبه لي لا، انا بيتي مش هيدخل فيه شيشه. بالظبط. انت بتشرب سجاير، انا مش هاجي اقولك ما تشربش سجاير، بس هطلب منك انك تشرب سجاير في البلكونه، فاهمه؟ لكن ان انا بقى اجيب لكم شيشه ونعمل قعده، لا لا لا، ما عنديش الكونسيبت ده خالص. طب انا عايزه بقى اسالك على حته معينه. كنت في سايت تاني عن يعني انا ما كنتش بدخل في كونفليكتس اصلا. انت مش هندخل، ما انا ما كنتش بدخل، ما هي دي الفكره، انا ما كنتش بدخل. يعني انا كنت بنصاغ اللي هو ان شاء الله، فاهمه؟ ما كنتش بعرف اقول انه لا يا جماعه ده حاجه مش انا مش حباها او مش هتريحني، فاهمه؟ انا كان ممكن ادخل في نص الكونفليكتس، القط نفسي ان احنا بنارجيو دلوقتي، فابدا اقول طيب حاضر، تهدي في التون، ماشي، انت صح، طب تمام. بس الشخص بقى التاني ممكن اوت اوف انجر ان انا كنت اوريدي مش موافقه، فباين ان انا بتهدي الدنيا وخلاص. فلا بقى انت طب انت انا تمام، انا تمام، طب خلاص انا محترمه، طب والله وجهه نظر، طب شاطر برافو. لا طب انا عايزه بقى اتكلم في نقطه انا متخيله ان انت برضو هتبقي بتمري بيها دلوقتي. لحظه الترانزيشن دي بتاعت ادراك ان انت لا، انا عايزه اخد مساحتي، انا عايزه يبقى ليا وضعي، انا عايزه يبقى ليا فكري. اعتقد الناس اللي متعوده على الريتم بتاع تمام اوكي ما اعرفش ايه، هما اكتر ناس هيريزست فكره ان يبقى ليكي راي بعد كل الفتره اللي ده يا لهوي، وهتبقى هي الوحشه، وهتبقى هي اتغيرت، وانت شكلك انت في حاجه غريبه، انت ايه ده، ايه كميه الانسكيورتيز دي. ولو اب وام هيقولك بقى انت بقيتي عاقه، انت بقيتي بتردي علينا، انت بقيتي ليكي اراء ايوه انت غريبه قوي، انت ليه دايما معترضه، انت ليه دايما النقاش معاكي صعب. انا لغايه دلوقتي عامه انا في البيت انا النقاش معايا صعب طبيعي للحاجه الساعه، يعني في الحته دي بالذات الناس اللي بتعوديه عليه بجد. انا في الحدايق ما شاء الله يعني يشهدوا على خناقتي انا وبابا كل يوم تقريبا. لا يعني انا بجد متخيله ان فعلا هي دي طبيعه بشريه، ان انت لما بتعودي على حد على طريقه معينه حتى لو وحشه، لما بتيجي تغيريها لحاجه طبيعيه حاجه تانية، هي بتبقى صعبه في حته ان الشخص اللي قدامي يصدق ان انا عندي مشاعر. دي بتبقى اللي هو انا مش فاهم، طب ما ده حصل مثلا قبل كده وكان عادي. لا ما هو انا قبل كده كنت ضايقت والله وعيطت في البيت، بس انا صحيت عادي اتكلمت عادي ما اتضايقتش. بس مثلا انا محتاجه اقف عند البوينت دي بقى تضايقني مثلا او لا.
فبيتقال او في ناس بتعترض وفي ناس مش بتاخده على محمل الجد، اللي هو ماشي وخلاص. مريم قالت رأيها، خلاص تمام ماشي، يلا اقعدي على ماشي. جنبه. بس دي كانت بتبقى اكشلي انا لغايه دلوقتي بلاقي صعوبه في فكره ان انا هقف اقول مشاعر مريم اللي هي متضايقه منها، وبحس ان هو بتبقى مصحوبه بانجر كبير قوي مني عن ان انا عايزه ارتب افكاري تجاه الحاجه اللي مضايقاني دلوقتي عشان افهم انا متضايقه من ايه بالظبط. فبتبقى بيبقى طالع مني انجر اكتر بكتير من يعني ممكن زمان مشاعر حقيقية. هقول لك انا كنت زمان برضو فاكره انه كانت ميزه قوي. انا كنت بحس ان انا بصي انا معظم وقت شخصيتي في حاجات كتير قوي كنت بحس ان انا ليفت اوت قوي في حاجات كتير، لان انا كنت بحس ان انا عندي حاجات انا عمري ما قابلتها في بنات حواليا. يعني انا بقدر اتحكم في مشاعري عادي. يعني انا عايزه اتضايق، يعني انا مثلا قاعده متضايقه انا عايزه اتبسط عادي جدا، انا ممكن فجاه بزيح اللي متضايقه منه وفجاه هقوم عادي جدا ولا كان حصل اي حاجه. انا زيك قوي. فعمري ما بلاقي ده. يعني مثلا انا حصل خناقه مثلا ما بيني وما بين دينا، انا وانس ان احنا اتكلمنا هي قفلت وخلاص قفلت. لا احنا اتكلمنا صالحنا. انا بالنسبه لي الموضوع انتهى. انتهى بجد. ممكن لينا تبدا عندها شويه بوادر، لا انا لسه شايله منها، لا انا ما عنديش بقى الموضوع ده. انا بالنسبه لي خلاص انا بحب لينا، احنا اتكلمنا خلاص الموضوع انتهى. ممكن في وسط ما احنا في وسط الخناقه انا ممكن اقول لنفسي مش عايزه اتضايق خلاص. دلوقتي انا ما بعرفش اعمل كده. يعني دلوقتي ببقى ما بعرفش كنترول ماي فيلينجز معظم الوقت، وبيبقى بانجر اكتر بكتير ان انا متضايقه من نفسي ان انا مش عارفه تعبري كنترول ماي فيلينجز اولا. ثانيا ان هل ده فاليد ان انا اروح اقوله ولا لا. فبتبقى كميه اسئله ومش عارفه المفروض اعمل ايه. انت عارفه ان دي مشكله، فكره ان انت مش عارفه اتعامل مع مشاعري. لا مش فكره كده، عادي ان انت تبقي مش عارفه انت مش متقبله ان انت عندك مشاعر. هي دي المشكله، ان انت مش عايزه شايفه ان انت ما تستحقيش ان انت تحسي الاحساس ده، او ان اي حاجه مأفورة بالظبط، او ان انت حاسه ان انت مأفورة وهي مش مأفورة. موضوع مريم انت ليه متضايقه؟ لا ما هو لا اصل دي حاجه ضايقتك، فايه المشكله ما تقولي انها مضايقاك. بحس دايما ان هو مريم هو دي باترن انت اتعودتي عليها مش اكتر. بس يعني كانت الناس اللي حواليكي عامه دايما بتحسسك انه مريم الموضوع مش مستحيل. لا، او الان ليرنينج بتاع باترن معينه انت بتعمليها غلط، ان انت بقى تعودي شخصيتك او تعودي دماغك ان مش هو ده الصح، وان في طرق تانية صح تتعاملي معاها مع السيتويشن. دايما هتلاقي دماغك بتريزست الحاجه دي، لان مش هي ده اللي هو متعود عليه. هو عامل زي هو الدماغ عامله زي الباسويز كده، زي الطريق اللي انت عماله تمشي عليه كل مره حفظته بقى خلاص واضح، حتى لو هو الطريق الغلط. فاهمه؟ حتى لو هو الطريق الغلط هي اتعودت رايحه هناك. فمجهود ان انت تسحبي نفسك من الطريق اللي انت تعوداه وتعملي تشكلي طريق تاني، ده في حد ذاته صعب قوي. حتى لو دايما هتفضلي حاسه بحاجه غلط. يعني ده نفس فكره برضو اللي هو يقولك طب انت بيبل بليز وبتحاولي ترضي كل الناس، حاولي بقى في مره تقولي لا لما انت تبقي فعلا عايزه تقولي لا. دايما هتحسي بذنب مش طبيعي عامه، وانت عارفه انا بعمل دي. بصي انا بقى طب انا هقولك انا عندي تو سايدز. انا الناس العاديه بالنسبه لي ما بتفرقليش، انما اللي انا بحبهم هتلاقيني مش بعرف اقول لهم لا، او مش بعرف اعترض على حاجه. لا بس ليه حاسه ان انت مش دلوقتي لا انت اشتغلتي على ده عامه. ايوه بس هو الموضوع يعني انا هقول لك انا كنت دايما اول ما اتعرفت على لينا كان بالنسبه لي ميزه كبيره قوي فيها، او كانت بالنسبه لي اللي هو ايه ده انت بتفيل ديبلي بالحاجه اللي انت قاعده فيها دلوقتي. فكان بالنسبه لي كويستشن مارك لما قلت لك ان هي سالتني انت وانت بتشربي كوبايه الشاي بتحسي ان انت بتشربي فدي كانت بالنسبه لي كويستشن مارك، اللي هو يعني ايه، هو انتوا بتقعدوا طول اليوم تحسوا؟ لا اقول لك ليه. هي مش طول اليوم بمعرفتي بمريم انا عارفه انت ليه حاسه الاحساس ده، عشان بتديسوشيت في نفس القعده اللي انت قاعده فيها، فبتحسي ان انت ما ركزتيش في كل اللي حصل في القعده. بمعنى هي بتشتت افكارها، بتشتت بسهوله، فانت لما بتتشتتي بتروحي في حته تانية. الناس اللي حواليكي لو هم مش اوير بده تانية فاضيه، انا مش بروح. انا عارفه كده انا عارفه كده انا ببقى طايره في الهواء. ايوه هي قصدها ان هو ده اللي بيخليكي اللي معاكي شايفينك قاعده معانا ومركزه معانا وكل حاجه. اللي مش اللي هيشوفها بس، او اللي هو بيمر بحاجه زي كده، هو اللي هياخد باله من حاجه زي دي، هيعرف ان انت مش معاهم. يعني هيعرف ان انت مش مركزه معاهم. فانت بيفوتك لحظات كتير قوي من اللي انت قاعده معاهم، او من القعده اللي انت حاساها. وانا اعتقد ان حته الفاصله دي اللي بتجيلي وبتجيلك مثلا بتبقى بسبب ان في مشاعر كتير قوي حاصله في اللحظه دي، وكنوع من التهرب ان انت دماغك بتقولك ايه، لا
بصي ده او بتوديكي في الاوضه اللي انا معتبرها موجوده اوضه فاضيه. انا فعلا يعني مثلا انا ببقى قبل ما انام ناس تقعد تقول لك انا باوفر ثينك ومش بعرف انام وبتاع، انا فراغ. اوف، بقول لك دي كانت مناقشه ما بيني وما بين لينا اول ما جيت. هي بتقول لي انت انا بتصحي مش باوفر الصبح. ثينك اي حاجه. كنا بنتكلم في الاوفر ثينكينج، بتقول لي احنا جايين الصبح انت راكبه، وهي راكبه العربيه وبتسوق مش عارفه ايه، فبتفكر بقى على مدار اليوم انت هتعمل ايه، وانا اللي هو بتفكري هتعملي ايه. بالظبط بجد. بجد. ها يعني انت بتفكري؟ قلت لها ما بفكر. قالت لي مريم ما بتفكريش. ايوه مش أنا بفكر. بالنسبة لي ده- حرفيا يا يعني جماعة. انا برتب، انا هروح اشتغل هعمل كذا. ماشي طايرة. انا بقول ده لك إيه، أنا مود طايرة في بالنسبه لي، الجرافيتي. يعني ده مود انا بدخله بتاع التفكير، لكن انا في ايوه الطبيعي ايوه بالظبط. فضا. يعني انا ببقى قاعده انا دماغي فاضيه مفيش حاجه، انا عارفه باصه على الشارع. الرجاله هي اللي فيها الحته دي، لا بس والرجاله على فكره أعتقد انا هي اللي عادي هتفهم. بيبقى عندي ده برضه ساعات، بس انا يعني بصي لا، ده اللي بيبقى انت- باختياري. يعني انا بختار ان انا ايوه انا أيوة. الديفولت بتاعي أنا بقول لك اللي أنا انا ده ومريم بنقول بالظبط. عليه، لكن يعني اللي أنا مش ديفولت بختار- ان انا افكر. أي لا. يعني في situation انا بختار لازم ان أفكر انا لها. لا انا بختار ان انا دلوقتي راكبه عربيه مركزه في الشارع، مركزه في الناس، فاهمه. انا بختار ان انا مش هفكر. لكن العادي بتاعي ان انا زي ما بقول حتى لو مش باوفر ثينك حاجه، ببقى اللي هو برتب يومي، اللي هو انا النهارده هعمل كذا، ورايا كذا، عندي كذا، هكلم فلان، اعمل كذا، عندي فلوس احولها، فاهمه كده. ببقى دايما لازم ارتب. طب انا عايزه اتاكد من حاجه، انتي بتحسي ان الفراغ ده حاجه مضايقاكي؟ لا خالص خالص. بالظبط. خالص. ده الفرق ما بين شخص بي اوفر ثينك عشان دي طريقه هروبه من الواقع بتاعه، فهو بي اوفر ثينك بقى بيقعد يفكر في بكره وامبارح وانا قلت ايه وعملت ايه. انا على فكره بدخل كتير قوي أنا في بحس حته إن انتي السيناريوز. الاتنين. أنا حاسة إن بالظبط. الاتنين. انا بدخل جدا، ما عشان كده انا فاهماكم انتوا الاثنين، بس انا بدخل جدا في الحته بتاعت ان انا اخلق سيناريوز انا عارفه هي مش هتحصل، بس من باب بتحطي البلاننج. احتمالات، بالظبط. الاحتمالات كلها. من باب البلاننج بتاع ان انا اعمل كل الاحتمالات بحيث ان انا ما اتصدمش من أيوة. اي واقع. انا كده جدا. بس معظم الوقت اللي انا رايقه فيه انا ببقى فراغ وانا ببقى مبسوطه. يعني انا مش ببقى حاسه ان ده مسبب لي مشاكل، غير فكره ان انا يمكن بنسى بسبب ده. يعني بنسى ان انا ببقى قاعده في القعده وببقى بريزنت معاكي في وقتها وببقى كل حاجه، بس لو شتيت في ثانيه انا الكونفرزيشن دي مش هتقعد معايا، فاهمه؟ فبحس ان برضو زي كده يعني اوقات كتير من حياتي بتقع مني، بحس اللي هو انا كنت موجوده في السيتويشن، الناس بتحكي السيتويشن بتفاصيلها، انا حاسه انا مش فاكره اي حاجه من الحاجات دي، وبحس اللي هو طب ايه انا هكبر هيبقى عندي زهايمر يعني ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. عامه انا في فتره كنت متضايقه ان انا فاكره ان انا في لحظه يعني ان انا قربت خلاص على الزهايمر. والله من كتر ما انا كنت بنسى، وكتر ما انا كنت بشكل مرضي بسرح كتير قوي. وما كنتش ببقى مركزه في اي حاجه، وكل حاجه كانت بتبقى كانها فيج. ايوه هي كانها زي حصلت او ما حصلتش، طيف كده بيعدي حواليكي. بالظبط. فكنت دايما بقعد اعيط ان انا يجيلي زهايمر خلاص حياتي. لا بس انا حسيت فعلا بفايده حاجه واحده بس، ان انا عمري ما بحس بزهق وانا قاعده مع نفسي. يعني عمري ما انا دي بقى مشكله عامه. انت بتخافي تقعدي مع نفسك؟ لا انا لا هي بتقعد عادي. انا ما عنديش مشكله ان انا اقعد مع نفسي، بس ان انا اقعد مع نفسي دي هتلاقي فجاه دماغي قررت تبوب سؤال. طب ما انت هو ده اوفر ثينكينج. لا ده مثلا خالص. لا ده مفاجئ خالص. انا عارفه ان هو ده مفاجئ. اصل انت بتتكلمي في 3 ساعات قاعده في الاوضه باصه في السقف، بعدين بتفكر في عقلي حاجة. في وسط ال3 ساعات قرر يبوب سؤال. انا حاسه ان ده انا بيحصل معايا ده، بس بتبقى حاجات راندم جدا، اجيب سؤالها وخلاص بتنتهي، اجيب اجابتها سوري. دي بقى مشكله. تخيلي بقى لو السؤال اللي جه في دماغي ملوش اجابه، انا ببقى بني ادم هستيري فشخ. انا بقى عندي مشكله في ان انا ما بعرفش اسيطر على مشاعري من كتر ما انا كنت بشات داون مشاعري كتير قوي. فلما ما بلاقيش اجابه لحاجه ببدا ابقى حيوان بشري، ببدا بقى اللي هو كل حاجه بتتبهدل حواليا، انا مش عارفه اعمل حاجه، انا فاشله، انا مش عارفه ايه، مفيش اي حاجه مترتبه، وببدا ابانك واعيط وضغطي ببدا كل حاجه مجرد ان انا ما لقيتش اجابه سؤال. وممكن السؤال ده مثلا لو قعدت شويه اللي هو مش مشكله، مش لازم نجاوب السؤال ده دلوقتي يعني بالزبط. ممكن لا انا عايزه اجابه السؤال ده دلوقتي حالا، هو ده ليه انا ما عنديش الاجابه دي ليه، فببدا ابانك بشكل كبير قوي. دي ما بحسها نابعه من فكره ان انا عمري ما حليت مشاكلي بشكل صح. فبيبقى نابع، او انا دايما بميل للمنطقيه اكتر. فانا عايزه حاجه منطقيه، انا مش عايزه ارضى، انا مش عايزه اقول
خلاص ده نصيبي. لا انا مش عايزه اقول الجمله دي، انا عايزه انا ليه ده ما حصلش، او ليه ده مريم في شخصيه مريم مثلا، او ليه ايا كان. فده كان نابع من ان انا مثلا ما بدخلش جوه كونفليكتس، او ما بدخلش ديب حتى للناس، عشان مش عايزه الاقي اجزاء في البني ادمين انا مش فاهمه ايه ده، مش عارفه تتعاملي معاه. واكشلي الناس ما كانتش بتفهم ان انا مش فاهمه. يعني هما كان فاكرين. دايما حوار انه ما اكيد انا ما خدتش بالي، والله انا بجد مش فاهمه اللي انت حاساه، انا ما عنديش مشكله افهمه، بس ممكن تفهميني. لا انت ما هو طبيعي انك فببدا ازعل من جوايا ان انا هو ازاي ده مش حاسه فاهمة. ده. طب انت عملتي ايه زياده عشان انا ما احسش بده؟ يعني انا ليه مش حاساه؟ فبيحصل ان انا بتجنب البني ادم عن ان انا اقعد بتقربي منه. وحقيقي الناس كلها، او الناس عامه، عشان من كتر ما اعرفش، يمكن اغلبيه الناس اللي قابلتهم في حياتي كلهم بيحسوا مشاعر كتير، ما بيفهموش اللي انا الفكره اللي نفسها بتقوليها. غير لما يعرفوا بقى البني ادم، فيبداوا يقولوا ده جزء من شخصيتها. ما بستفادش منهم بحاجه. يعني يمكن لينا من الناس القليله مثلا بستفاد منها في النص، لو احنا بنناقش في حاجه مثلا، فتبدا تقولي تسالني، اللي هو هقول لك في مناقشه مثلا ما بيني وما بينها في مره، انا بقول لها ماذا بعد، يعني احنا هنستفاد ايه يعني. فهي بتقولي مريم عادي، اعملي كذا، اعملي حاجه جديده، اعملي كذا. فانا بقول لها طب بعدين يعني. فدي ده لما نزلنا البدل. ماشي لعبنا بدل. طيب خلاص نروح الجيم. طب وبعدين هناخد كورس. هي عايزه اند جول، هي عايزه اند جول. يعني ايه الجوي في الموضوع؟ مش لازم انا بغير، انا فاهمه. ايوه فاهمه. فهي قعدت تقول لي 5000 بعدين بقى هنخلصه. انا هحس بايه يعني؟ انت هتحسي بايه؟ فهي قعدت تقول لي هحس ان انا اتشيف حاجه، اتعلمت حاجه، جسمي بقى صحي. طب ما انا مش حاسه عجوزه يعني. عارفه حاسه ايه المشكله؟ ان انت مش عارفه تسمي كل مشاعر انت بتمري بيها. يعني ممكن تبقي انت مبسوطه، بس انت مش حاسه ان انت مبسوطه. انا عايزه اسالها سؤال. مريم بعد ما اتمرنا بدل، انا عايزه اعرف انت يعني انت قبل الموضوع كنت حاسه انه واتس ذا بوينت لما نزلنا؟ يعني احنا اي نعم ما كملناش، بس لما نزلنا لا، بس على فكره مش اول مره لازم. لا لازم كذا مره. لا احنا نزلنا انا قصدي كده. بصي احنا قلنا شهرين 3. هجاوبك بكل صراحه. في وسط البادل بيبقى فيه جوي رهيب بالنسبه لي في التشالنج، او الفيلينج بتاع ان انا بتشالنج ماي سيلف في حاجه جديده انا بتعلمها وبتاع. اوكي. بعده لا. قبله لا. انت فيه بس فيه على فكره. انا بحس حتى في الشغل، انا قبل الشغل لا، بعد الشغل لا، بس انا لو معايا شغل انا انترستد فيه هتلاقيني بتشالنج ماي سيلف ان احنا مريم احنا هناتشيف ده، هنعمل حاجه كويسه، هنطلع ديزاين كويس. بس بعد مثلا ما ادخل مثلا في الشغل في مرحله اللايتنج ببدا اقول حاسه ان ده طبيعي من ناحيه، بس انت معاكي باكستريم شويه، بس هو طبيعي لان احنا مثلا بنبقى حاسين نفس الاحساس ده واحنا نازلين الجيم. هي مش حاجه لذيذه، انت بتبقي نازله متقدره او انت مكسله ان انت تقومي تلبسي، بس اول ما بتلبسي وتروحي الجيم فعلا وتبقي في وسط التمرينه حلوه بتحسي انك مبسوطه قوي. بعدها الهاي دي بتقل. هقول لك انا اللي غير تفكيري سيكا كده كانت في وسط المناقشه دي. فهي بعد ما قالت 5000 مثل قالت لي مريم احنا بنعمل الحاجات دي عشان نفسنا، انت بتعملي ايه عشان نفسك؟ بوم. ايوه. فانا قلت لها ما بعملش حاجه. فقلت لها مش احنا كنا بنتناقش، فبقول لها انا نفسي قوي اصحى الصبح بدري قبل الشغل واقعد بقى براحتي حياه كده. فبعدين سكت كده قلت لها طب وماذا بقى حتى لو عملت كده ايه يعني؟ ما مش حاجه يعني ما هو عشان تحسي بحاجه معينه. انت بتعملي ايه عشان نفسك؟ انت بتعملي ايه؟ جاوبي. فانا ما لقيتش، كانت صفر. فقلت لها، قالت لي مريم احنا بنعمل الحاجه دي عشاننا، مش عشان حاجه، مش عشان اتشيف حاجه، مش عشان اي حاجه غيرك. انت عايزه تعملي ده، انت عايزه تجربي ده. فدي كانت بوينت انه يا مريم احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده. ايوه بالظبط. مش لازم عشان ممكن بس لمجرد ان ممكن قلت لها ممكن يبقى عشان ما لما هنزل العب بدل انا مش هبقى عندي اولمبيات يعني. بس انا بستمتع بوقتي يعني مش اكتر. فدي كانت بوينت تانية بقى. مريم انت بتعملي ايه عشان نفسك؟ فدي كانت مشاعر انه انت مهمشه، انت ولا حاجه. عارفه بقى، ما هو ده يرجعنا لحته انه انت مش مديه نفسك المشاعر والحاجات
زي ما مدال ان حقيقي دي يعني حاجه مخيفه جدا يا لين. ما هي مخيفه، ما بقولش ان هي سهله، صدقيني أنا دي حاجه بتكلم- مرهقه قوي. يعني انا هقول انا لك فاهمه، بس وبعدين ما هو برضه ستيل وبعدين، يعني انت لو ما بتديش نفسك اي لا حاجه هقول لك، هو فكره ان انت مش حاسه حاجه ماشيه في الحياه ليه كده اهون بكتير من كم لخبطه المشاعر اللي انا بحسها لمجرد ان في لا. حاجه. لا. عشان انت مش فاهمه المشاعر بالظبط، وعشان مش بصي يا وعشان مريم، ما جربتيش. لا انا عندي برضو مشكله انه مش دايما المشاعر بتبقى كويسه، مش ودي دايما. حاجه انت لازم تفهميها. في مشاعر كتير بتبقى مش كويسه، وفي ناس المشاعر معاهم بتضرنا مش بتبسطنا. حلو، انا بقى مش هفرق كل ده. ما هو ده طبيعي، عشان عشان انت انت مش لسه عارفاها. بتفهمي الدنيا، بالظبط. انت لسه صعب بتجربي. قوي، انا عندي 27 سنه. ما هو عادي، ماشي مش على بالسن، فكره، مش ملهاش اي بالسن علاقه. خالص. طب ما انا ثانيه، انا فكره ان انا ما بقاش بيبل بليزر دي حاجه غريبه جدا لا، عليا مؤخرا الافويدنس جدا. اصلا اللي جواكي اللي هو ان انت تتجنبي الكونفليكت ده، دي مشاعر. ايوه بس هي دي اللي بتترجم لها كل مشاعرك. يعني يعني تبقي مخنوقه، متضايقه، ما اعرفش ايه، حاسه بقلق، بتوتر، انت قاريه الكلام ده، دماغك قارياه، بس انت مش عايزه تتعاملي معاه فبتافويد على طول. الافويدنس ده ده اصلا أصلاً جزء من مشكلة. مشاعرك، أي. بس دي طريقه البروسيسنج بتاعت اي مشاعر عندك. بالظبط. زي بالظبط اللي مظلوم طول حياته طلع من الكبت بتاع الظلم ده، هيبقى عنده غضب مش طبيعي حوالين الناس، ظالم. هيبقى زعلان، غضبان، هيبقى مبسوط، مش عارف يعبر عن مشاعره عشان هو متضايق من جواه من الكون ومن العالم. فانت كل واحد بيترجم مشاعره في يعني انا بعتبر ان في ايموشن واحد على الاقل بيبقى الانسان ميال له، سواء انه يفصل. انا احيانا بيجي لي فصله كده اللي هو انا مش هتكلم، مش هسمع، مش عايزه اتعامل مع اي حاجه من الحاجات دي، اللي هي الجزء الافويدنت اللي جوايا. احيانا تانية ابقى غضبانه جدا على الكون وعلى العالم وعلى الظروف وعلى ما اعرفش ايه. فانت على حسب المود اللي هو العام بتاع دماغك في الوقت ده هتعاملي معاه. انت دلوقتي الديفولت بتاعك الافويدنس، ان انت تتجنبي اي خساره، اي حاجه مثلا تحسسك ان انت ممكن تتعاملي مع شعور جديد، او تتعاملي مع حاجه انت مش فاهماها، شعور برضو بس انت مش فاهماه او ما قريتيش بيه قبل كده او ما ركزتيش معاه قوي. فده بيؤدي ان انت كل مره تتحطي في سيتويشن مختلف او سيتويشن من اللي انت بتعوديه، لا باي باي، انا مش معاكم، انا فوق دلوقتي مع الملائكه. لكن اللي فعلا هيحتاج منك مجهود وهيبقى فعلا بطلوع الروح مجهود ان انت فعلا تبقي بريزنت في اللحظه اللي انت حاسه فيها ان انت مش مستريحه، ولو محتاجه تايم اوت لوحدك ان انت تقعدي وتبروسس المشاعر اللي انت بتحسيها دي، او لو مش عارفه توصلي لها وتحكي لحد تقولي له انا حسيت بكذا فهو يسالك لا اسئله. حسيت دي بعد ما اهدى. تحللي كل حاجه انا هحسها هتبقى 90% انجر، 10% مشاعر. ما هو انا بقى عايزاكي تطلعي من السايكل ما دي. انت 90% انجر دي هاذي الشخص اللي لا طب لا. انا بس عايزه افهمك انا حاجه. عايزاكي استني بس تسمي انا المشاعر. عايزه اقول لها بس حاجه. انت عارفه ان الانجر كده هو فيلينج مصاحب لكل الفيلينجز. حلو. لا هو ماسك. انا بالنسبه لي الانجر ده هو اصلا ما 90% بيبقى موجود، هو دايما انت في انجر حلو. بس معاه ايه بقى؟ حلو. لا انا بعتبر الانجر 90% انجر و10% عمري ما هترجم ال 10%. لا ما هو انت على فكره هي زي ما نيره بتقول هو بيبقى ماسك، هو يعني انت لو حللتيه هتلاقي انه مش بس انجر. ما دي بقى محتاجه اقول لك اديكي مثال. لا ما هو انت محتاجه تعملي المنتال بروسيس دي اللي هي مش لطيفه خالص. هأذي ناس والله. لا مع نفسك انت هقول ما هو عارفه انا هديكي مثال. مش انت حكيتي عن فتره العند العند اللي انت كنت فيه. انا ما كنتش عناديه، انا كنت غضبانه من البني ادمين. ما انا عارفه ليه؟ لان انت جواكي انت محملاهم ذنب ان انت مش واخده مساحتك، ولا محملاهم والله العظيم انت مش اوير بيها، لكن انت هو ده السبب. ولا محاولاهم. انا كنت بتعامل مع البني ادمين، هقولك انا كنت بتعامل مع نفسي ان ده العالم بتاعي، مش فانا اللي بيتقال لي اقدر اقوله لك. فاهماني؟ يعني انا مثلا انا بقول لنفسي مريم انت فاشله، فانا ممكن اقف قدام المرايه اقول لها بقول لك انت عيله فاشله اصلا. انت بتبروجكت اللي انت حاساه جواكي على الناس. لا طب امال ايه؟ انت عملتي حاجه فعلا، فانت عايزه تبوينت اوت الحاجه اللي انت فانا حاساها عادي جواكي. بقول ما هو انا يعني انا فاكره ان ده عادي اصلا. اوكي. فكانت مراحل كبيره يعني طويله فشخ ان انا ابدا افلتر انه مريم في حاجات ينفع تتقال وما ينفعش تتقال. فهنبدا نقول لنفسنا مريم
في حاجات ينفع تقوليها لنفسك وحاجات ما ينفعش تقوليها لنفسك. وبعدين بدأنا نزق انه مريم في حاجات نعرف نتقبلها وفي حاجات ما ينفعش نتقبلها. مريم فاهمه ده على الناس. طب انا هقول لك ستيتمنت تقولي الستيتمنت دي صح ولا لا. مريم قبل لحظه التنوير دي كنتي متبلده المشاعر، فانتي مش عارفه تفرقي ما بين الحاجات اللي ينفع تتقال وممكن تاذي حد واللي ينفع ما تتقالش وممكن ما تاذيش حد بالزبط. بس انتي بتتعاملي بيز على اللي انتي فاكره ان هو الواقع بتاعك، اللي هو لو حد قال لي كده مش هتضايق منه. فانتي كنتي بتقوليه بالظبط. انا لغايه دلوقتي بتعامل جزء مني عامه، يعني سي مثلا انا في الشغل عادي انا ممكن ازون اقعد طول اليوم ماشي، وممكن يبقوا واقفين بيتكلموا انا ممكن امشي في نص ماشي والله كل حاجه انا بعملها ماشي. فموضوع غريب عادي احتراما برضو، ما انا مش هقول انا مش هقول ان دي مش قله ادب ولا ذوق مني، بس انا فاكره ان ده عادي. يعني انت لو انت واقفه ومشيتي قدامي انا عادي. أيوة. يعني تمام زهقت هبرر لك هقول لك لا انا كنت بقى انا اللي معايا والله مشكلتي ايه لما بكلمها وصلها ما انا بعمل كده. خلاص انت انا فهمت انت عايز تقولي ايه. خلصناش كلامنا بس انا فهمتك خلاص. انت عارفه انت عايز تقولي ايه، فخلاص بالنسبه لي لا انت عارفه انا كانت بتحصل معايا ازاي. انا اكتشفتها بالصدفه. اما كانت بقول لك انا ما كنتش واخده بالي غير لما هي انا وانا كمان والله بتريقوا كذا مره واللي هو جماعه وانا كمان انا كنت في شغلي القديم احنا كنا بنروح الاوفيس فبنبقى قاعدين بنحكي في حوار كبير ماشي. المهم ان انا مركزه والله مركزه انا هم بيتكلموا معايا هنا الصاله بتعملي حاجه ثانيه. ايوه ميرة بتمشي بس انا معاكو. انا معاكو الصراحه. لا انا ببقى معاكو. لا انا بعمل زيك. انا ممكن لا بس هم علقوني ميه وما اعمل حاجه بس انا معاك. يعني حتى لما حد يقول لي انت سامعاني اقول له انا معاك كمل. مريم لا مريم بالنسبه لها النقاش خلص. فهمتك. بص هقول لك اللي هو ما مش هنقعد نرغي كتير خلاص. انا فهمتك. قولي لي انك فهمتيني خلاص. قولي لي تمام يعني بقى. ده نوع على فكره من الانفصام. طب انا هقول لك على حاجه. انا ممكن في حاجات تانية ابقى حساسه جدا اللي هو مثلا سي انا في موقف النهارده بجد انا فضلت واقفه بلف في المطبخ مثلا لمده 5 دقائق. احنا عندنا الديسبنسر باظت انا مش عارفه اقول ازاي لحد فيهم يشيل لي القاروره. انا مش عارفه اقول لحد. ما تخيلي انا الشخص اللي بيمشي في وسط النقاش تمام قله ذوق ما تربيتش بربع جنيه. انا بقى نفس الشخص اللي عماله الف حوالين نفسي في المطبخ انه انا ازاي هطلب هطلب مساعده من حد ان هو يشيل لي القاروره. انا مش عارفه اشيلها تقيله عليا يا مريم. يحطها ميه عشان عايزه اشربها. انا كل 3 ثواني تعالي شيلي القاروره. فانا خرجت قلت لهم جماعه انا هفتح قاروره جديده. رحت داخله تاني. انا ما فهمتش. قعدت الف مثلا 5 دقايق ديكوا ستيتمنت على اساس ان حد يقولها طب انت محتاجه ايوه فاهمه. انا ما فهمتش والله. ما حدش فهم انه ماشي يا مريم افتحي القاروره. فهند وقفت فبتقول لي هم عارفه مين اللي فهمتك؟ لا انت عارفه مين اللي فهمتك؟ ريم هشام راحت لافه بتقول يا جماعه هي تقريبا قصدها ان عايزه حد يقومي. انا مش عارفه اقولها فرحت طالعه قلت لهم طيب انا عايزه اشرب. في مشكله والله. طب حد يروح يقوم انا عماله اقول لها ايوه حبيبتي يعني انت عايزه ايه فهمينا. فرحت قايله طب يا جماعه ممكن حد يشيلني. فاهمه. فانا بيجي لي لاج في حاجات ببقى حساسه جدا ان انا اقولها ان انا هوقف حد ويشيل لي ويساعدني وبتاع. وفي حاجات تانية بحس انه طب عايزه نرجع يعني انا ببص يعني انا الصبح ببص لهم كلهم بقرف لحد كلمني الصبح لحد ما تفطر. ده عشان هي مقريفه. دي قله ادب. ده عدم تربيه وقاحه. انا شايفه ان في ناس فعلا ليها روتينها. بس ممكن اقولها لك بطريقه يعني اللي هو لا انا بتنح لك يعني انت بتتكلمي انا متنحه. ايوه فاهمه. انت مش فاهمه فيها. ولو ده يعني احنا عشان عرفناها فخلاص فهمنا. لو دخلت لها وهي مثلا بتفطر وعملت لها كده ان هي بتبقى حاطه ساعه بتتفرج على حاجه وعملت لها كده تبص لها اللي هو عايزه انا دلوقتي مش مع بشر. طب يعني خلاص بالذات مش كل الناس هتبقى عارفه يعني. يعني قولي عايزه افطر بس. المرحله اللي انت فيها دي بالنسبه لي لما انا عديت بيها مرحله التنوير عامه بتاعه ادراكك من حاجه لحاجه تبقى لذيذه جدا بس تبقى صعبه قوي. صعبه من مع نفسك ان انت تتعاملي مع كل المشاعر اللي فجاه ماسوره مشاعر اتفتحت. وصعبه مع فكره ان انت محتاجه تحطي مجهود على نفسك. بس لذتها بالظبط. التنوير ده اللحظه اللي هي هو ايه ده
اللمبه ده عارفه عشان اللمبه بني آدمين وده عندهم كذا بتبداي. لا يعني هقول لك تبداي حاجه، تجمعي عارفة- بقى وتفهمي انت ليه كنت بتتعاملي عارفه كده. انا وانتي لما بنقعد مثلا نتكلم في حاجه هنقول ده ايه ده، دي ليها علاقه بدي. او انا مثلا ما اجي اقول لك مريم انا عرفت انا ليه مثلا بعمل كذا، ده عشان انا كذا 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 كذا. فهي الحته دي ان انت تبداي تترجمي تصرفاتك ومشاعرك، وان انا اتعصبت قوي في الموقف ده عشان انا طب أنا ليه زعلانه اتعصبت؟ عشان زمان وانا صغيره بالظبط. واحده صاحبتي قالت لي نفس الجمله ودي عملت لي حساسيه. فتبداي تلينكي فتحسي انه لا ايه ده فعلا وده جزء كبير، انا بعتبره جزء كبير من لا بس العلاج. بيجي انجر شويه من نفسي. عارفه بس ما هو ده كده الانجر كده ده، من والله. عشان كده ده بقول كده لك كده. انت دايما لما يحصل معاكي حاجه زي كده تلاقي نفسك متعصبه. انت عارفه ليه بيجيلك تحت أنجل؟ الانجر ده ايه؟ عشان- يعني ايه المشاعر لا. اللي انت حاساها دي؟ هي لا هل انا هي- بيجيلي انجر من باب انه الشخص ده لو عادي انا كان زماني قسمتك نصين. انا عادي، انا إيه؟ انا لا، عامه عندها الناس اللي انا ما عندها بحب فضول. يعني انا خلاص ما بحبهمش. انا تمام. انا هقول لك انا ما بحبكيش عامه. طب أنا انا عادي. هقول لك حاجه، انا اسفه ان انا هعمل كده، بس انا هقول لك حاجه. مريم في مره من حاسة كتر اتوترت. ما هي ايه، حاسه انا اتوترت. لا من كتر ما هي متعصبه من شخص ومش عارفه تمسكه تقسمه، بدات تعيط. ايوه، ما انا قلت لك المره اللي كتر فاتت ما انا الانجر هي- معايا بيعمل لي عياط. هي بجد كانت نفسها تمسكه تحفر الارض تدفنه فيها. عامه والله دي مش حاجه وحشه، هو ده نوع من قزم الغيظ لا على فكرة بتاع. هو ده انا برضو انت لا، بتقولي لي أنا- امبارح ان انا كنت عيني مدمعه، انا مدمعه العصبيه مش مدمعه ان انا عايزه انا كان أعيط. صعبان عليا ان انا بحب الشخص ده بس مش طايقاه. انا ازاي سمحت لمجرد ان انا الشخص ده انا بحبه او ليه مكانه عندي يتعدى. يعمل كده. اه فاهماني؟ لدرجه ان هو مش يتعدى، لا احنا تخطينا التعدي. وبعدين انا مش انا بقى الانجر بتاعي انه انا مش قادره الومك، انا اللي عملت كده في انا نفسي. بالظبط. انا اللي اديت ليك الحق انك تعمل كده، مش انا قصدي انت. كده. انت مش غلطان. أيوة، ده حقيقي. وانا انا مش ضحيه لحاجه. انا السبب. انا اللي سكت. انا انا اللي فاهماني؟ قبلت ان انت تعمل. فبيجي لي الانجر من باب انه خلاص انا اللي عملت كده في نفسي. فاهماني؟ عامه انا عشان اوصل للبوينت دي انا زمان كنت دور ضحيه موت يعني. حاسه ان كلنا at some point حاسه كلنا في انت على مرحله فكرة كده هو وعيك ان انت توصلي للادراك انه مش كل حاجه كانت انا بسبب ضحيه حد. فيها. بالظبط. في حاجات انا اللي عملتها في نفسي وانا اللي سمحت ان الناس تتخطى حدودي. دي اللي بتبقى وعي. لكن كلنا بلا استثناء بنعدي بمرحله الضحيه. انا كلنا. شايفه ان اللي بيحصل معاكي دلوقتي اللي احنا ممكن انا ولينا مثلا نبقى عدينا عليه من فتره طويله بسبب ما انا الظروف بقى، بحس ان انا بسبب متاخره بقى في لا حوار ما هي بقى بس ملهاش ده علاقه. على هي مش فكره تايم لاين. انت لو فكرتي فيها في ناس احنا نعرفها هي اصلا حتى لسه ما وصلتش لده. ايوه حاجه ماشي. تانية. لا اتنين. فانت الحمد لله انك بداتي تدركي، يعني الحمد دي نقطه حلوه جدا. مش كل الناس بتوصل لها. انا اعرف ناس اكبر مني ومنك ولحد دلوقتي ما وصلوا لا لهاش. عارفه زي ايه مريم؟ زي مثلا انا دلوقتي اتربيت على طريقه معينه، الطريقه دي غلط وانا كنت فاكره ان ده الصح اللي في الكون، هو ده اللي انا اتربيت عليه، هو ده اللي انا عارفاه. لما بتيجي تكسري حاجز بتاع انا شفت حد بيتكلم عن طريقه تانية افكتيف اكتر، بتجيب مع الاطفال مثلا بطريقه احسن من غير ما تولد فريكشن او تولد ان هو يعند معايا على الفاضي ويبدا يجربه مع عياله ويلاقي ايه ده، دي فعلا بتنفع. الكسره بتاعت اللي انا اتعلمته زمان وكنت فاكره ان هو صح مع مقابل يعني الحاجه الجديده او الطريقه الجديده اللي هي فعلا افكتيف بس محتاجه مجهود مني اكسترا شويه عن اللي انا متعوده، بيبقى صعب ما جدا. بتخافوش من التشالنجز الجديده طبعا اللي بتخافي هتتحطي وتبقي مش فيها عارفة. بسبب ان انت قررتي تبريك السايكل بالظبط. مرعبه جدا البريكنج سايكل بتاع الدماغ نفسه. بصي الدماغ بتحب اي حاجه بالتعود. الكومفورت زون كده. البريكنج سايكل بتاع الحاجه عامه بيبقى صعب من حته ان الدماغ خلاص عملت الطرق بتاعتها. انت بقى جايه بتقولي لها لا 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 معلش انا مش هروح من ناحيه الغابه، انا هروح من ناحيه الجبل. فاللي هو يلا بقى عارفه زي فكره ايه، زي فكره اللي بيقولك انت ليه بتحسي احيان كتير لو انت رايحه اول مره في طريق ما تعرفوش بتحسي ان الطريق طويل قوي، بس وانت راجعه من نفس الطريق بتحسي ان الطريق مش بالطول اللي انت حسيتيه. عامه ايه ده؟ بيبقى الاحساس بتاع unfamiliar، حاجه مش متعوده عليها، حاجه انت لسه بتستكشفيها، لسه ماشيه فيها اول مره، فكل مره بتروحي في الطريق
الموضوع بتبداي تتعودي عليه فبيبدا يبقى عادي. او فاهمة؟ ممكن يكون وانت رايحه كان مطلع وانت راجعه كان منزل في الموضوع عادي. لا ممكن فعلا، بس ممكن برضو يبقى من حته ان انت الدماغ بتبقى خلاص لسه هو مش ده عارفة حاجه أيوة. جديده. ده غير ان انت احيانا بتبقي بيجيلك بقى نقطه الوعي دي، انت بتبقي واعيه خلاص للحاجه وتبقي فاهمه انت ليه بتعملي كده ما وفاهمه بحسش إنه المشاعر كفاية. بالظبط. وما يبقاش كفايه ان انت تبريكي السايكل، لان آه. عشان تبريكي السايكل لازم ان انت تاخدي قرار ان انت الديفولت بتاعك كذا، لا انا هروح العكس. فالقرار ده صعب قوي ان انت تعمليه حتى وانت اوير، يعني حتى وانت عندك الوعي بتاع انا ليه بتصرف كده، ليه بتعامل كده. مش سهل خالص ان انت، انا سهله اديكي نصيحه واقول لك لا اللي انت بتعمليه ده غلط، بس مش سهله انا بس اعمل مش سهل صح. مش سهل قوي ان انت تنفذيه. عشان كده نهاية. كتير من الكلام اللي انا ولينا بنتناقش فيه بحس ان احنا منافقين. لان انا بعد ما هقفل الكاميرا وهروح البيت مش شرط اعرف اعمل ده. مش شرط خالص، مش شرط تعرفي على فكره طب ما هو ثانيه، ما احنا ساعات ممكن انا اجي بنصحك بحاجه واللي هو انت تقولي لي ما قولي لنفسك يعني، فاللي هو فكره انه احنا سهل النصيحه بالظبط. بس مش سهل ان انا اطبقها خالص. يعني. فهي بتبقى صراع انت بتفضلي فيه، مره تيجي معاكي، مره يبقى عندك انرجي شويه فتقدري تعافري مع نفسك شويه، في ناس مرة بحس خالص إن لأ. في ناس بتتظلم في النص. زي ما هما بيظلموكي. على فاهمه؟ فكره هو خلينا هي سايكل. متفقين انه كده كده في ناس بتتظلم وفي ناس بتظلم، دي حاجه احنا مش هنمنعها، بس اللي ظلم ده هو اختار انه يظلم وضحيته اختارت انه تتظلم. فاهمه؟ فهو كده كده انت طول ما انت ماشيه اذا كنتي ظالمه او مظلومه في حاجات هتحصل. لا حاجه كمان ان انت لما بتبقي انت اوير بده، لو ظلمتي حد تقدري ترجعي تعتذري له. لا مش هعمل كده. ما هو انت ما بقى ليه المفروض بقى؟ تعملي كده. ما هو ليه بقى؟ عشان انا مش هايلايت ان انا اذيتك، خلاص انا بالعكس، مش هو هيك حسها. هتيل في يوم من بالعكس الأيام. هو انت حسها. كده، ده على فكره ده هو ده بقى النضج، ان انت يوه. هو ده النضج، ان انت تبقي اوير بانه ليكي حقوق وبرده عليكي واجبات. انا لو حد ظلمني انا مسامحه ستي. يا ستي لا انت مسامحه لكن هو مش مسامح. ما هي دي الفكره ان انت طب ليه ايه المشكله لما تروحي تتكلمي مع يعني ايه التقل اللي هيبقى هقف عندك؟ قدام حد اقول له انا ظلمتك. لا مش هتقولي كده، يعني تقولي غلطتي له في حقه. ما تزعلش، ما او كانش انا كنت قصدي. مثلا مش مظبوطه فعملت كده حقك معاكي، ما عليا. كانش قصدي، او ما كنتش اوير ان دي حاجه على ممكن فكره هو انت تضايقك. في مليون طريقه ممكن تعمليها ان انت من الاخر توصلي له ان ما تزعلش، بس انت اختاري الطريقه الاخف ليكي. ماشي. ممكن تجيبي له حاجه، ممكن تنكشيه بهزار، ممكن تقولي له صراحه ما تزعلش، انت ليك حق انك تزعل وانا حقك عليا. ممكن مودي كان مقريف شويه بس انا النهارده بحبك يعني. لا في مش مليون انت بتقولي حاجة. ان انت فيكي حته ان انت بتحبي تواجهي، يعني بتحبي تقولي كل اللي انت حاساه. لا، بس اعتبريها هي كده. هي مش ما انا عارفه ما انا قصدي بقى كده. انت اعتبري ان ده جزء من صراحتك اللي الناس اوريدي خلاص اتعودت عليها، جزء من صراحتك ان انت تجيبها له كده، ان انا معلش انا بس انا الناس اللي ظلمتهم في حياتي مش ظلم. مش ظلم، ما انا عارفه، انا قصدي ممكن يبقى بس ان مفيش انت حد غلطتي في حسيت حق إنه- حد. انا شخص وحش. لا يعني زي كده مثلا ان هي لينا تبقى بتكلمك وتسيبيها فاهمه وهي اتضايقت، فانت بقى تقولي لها مثلا اللي هو ايه، مثلا هي اول مره معلش ان انا مشيت وسبتك. ما كده. خدتش ما بالي. خدتش بالي. بالي. ما انا بالظبط. ماشي يعني هي لو يعني لو انت ما خدتيش بالك هي يا هتقول ستي في مره كنت مودك وحش فزعقتي فيا. لا مثلاً. انا مش وحشه. لا يا لينا انا بعمل كده والله عادي. لا انا بتكلم هي بتديك مثال. انا مش وحشه كده. لا انا قصدي بيبقى على فكره جزء من معاكي انت بالذات، هيبقى ده جزء من مواجهتك لمشاعرك، لان انت في الاغلب لك لا، أنا هتبقي مش بتكلم عايزه تكونفليكت، ما انت مش بتحبي ان انت للناس اللي تدخلي انا في كونفليكت بحبها. مع حد. الناس اللي أنا انا عارفة. بحبها ان انا اقف قدامهم في يعني زي مثلا لا قدر الله مثلا انا ولينا خلاص مش هينفع نبقى اصحاب تاني. ماشي، فانا هضطر ان انا هقف قدام لينا وهنقول احنا ليه مش هينفع نبقى اصحاب تاني. انا بقى مش هستحمل ان لينا تقول انت لي الشخص اللي مثلاً- بيجوست. بس انا الله عليك. انا مش هستحمل ان انا اقف قدام لينا. هو انتوا صح عشان برضو ما اكونش ما انا عارفه بس لا انت قولي لي دماغك. بقول عدم اقتناعي. لا انا مقتنعه بده، بس فكره ان انا اقف قدام لينا مثلا اقول لها يا ما ينفعش نبقى اصحاب تاني خلاص، او انا حاسه ان احنا مش مرتاحه في صحوبيتنا، دي حاجه تقيله قوي عليا ان انا اقولها. بس انا مش اتكلمت معاكي يا بكاوي وقلت لك انا ان ده اقتنعت ظلم والله. انا اكشلي بصي انا للشخص اقتنعت التاني. من باب ان انا فعلا لما فكرت في مواقف كتير قوي لو انا كنت اخترت نفسي ما كنتش هوصل لده. فهماني؟
كنت هقف هقول مثلا لا ايه ده، انا حاسه ان احنا خلاص ما بقى يا ستي شخصياتنا اتغيرت خلاص، مش ملهاش ان شخص وحش وانا كويسه، لا انت تمام وانا تمام، بس شخصياتنا عادي اتغيرت، فانا مش قادره اتحمل التغيير بتاع شخصيتك ده، وخلاص الموضوع انتهى. انا ما وصلتش للبوينت دي، انا بقعد اقول معلش مش عادي، مريم تأقلمي، عادي اسكتي، عديها مش مشكله، انا هعرف اعديها بس الشخص اللي قدامي مش عارف يعديها. فاهماني؟ لينا مثلا ممكن تتضايق، معلش يا مريم انت ممكن تستحملي ده، بس لينا ممكن ما تستحملش، عادي هي ممكن تتضايق، الموضوع يأثر فيها. فاهماني؟ لو انا كنت وصلت للبوينت دي والله ما كنت هوصل للليفل اللي انت من التجنب اللي انت فيه ده. لا ما كنتش هوصل للمواقف اللي حصلت لي وقفتني عند انه لا يا جماعه انتوا بتكرهوني، انا مش، لا انتوا ضحكتوا عليا. لا فهماني؟ لا يعني انا كنت من كتر ما انا بتجنب كم الكونفليكتس، فانا بانيه شخصيه، انا بانيه زي حاجز كده، انه انا خلاص حاطه الشخص ده في ستيتمنت ان هو شخص كويس، انا مش هغير، لان انا انا بتجنب كل حاجه، فانا مش ببني حاجه اصلا تجاه الشخص ده، هو شخص كويس. فاهماني؟ واخده من السطح قوي بس. فانا لو انا كنت بفسر بقى كل موقف بيحصل، لا ده مناسب ليا، لا ده مش مناسب ليا، تحكمي بيزد على المواقف وما اعرفش ايه، لو انا بقى كل الديتيلز دي شكلي شخصيه مختلفه، فهقول خلاص ان الشخص ده مش مناسب، خلاص الموضوع انتهى. انا مش بعمل كده. فاهماني؟ انتوا صح في بوينت ان البني ادم من حقه يسيت الباوندريز بتاعته اولا، ثانيا انه يقول ده مش مناسبني، الطريقه دي مش مناسباني، طريقه الكلام دي مش مناسباني، اللون ده مش مناسبني، ايا كان ايه طريقه المناقشه، او حتى اقلها انه انا ولينا بنتناقش في حاجه، انا مثلا واقفه بهاجم لينا، فلينا عماله تقول لي مثلا انا متضايقه يا مريم، فعماله هاجمها ان انت متضايقه، وانت متضايقه على حاجه نوت فاليد، وان انا ماليش دعوه انك متضايقه، تفاصيل كتير. فاهماني؟ فلينا لو انا بقى اللي بتلام اللوم ده، على فكره احط اللوم على نفسي، اقول يا مريم انت الغلطانه، انت اللي حسيتي. عارفه انت محتاجه ايه؟ محتاجه تبالانس ما بين فكره ان انت تبقي سلسه، لان دي صفه بالعكس الناس تحب ان هي تبقى موجوده فيها. يعني انا دايما لما ابدا احس ان انا بدات اعند السلاسه، لا انت فاهمه السلاسه غلط. السلاسه مش معناها ان انت يبقى في ما حاجه عندكيش احساس، ما تزعليش. بالظبط. لا ومش معناها برضو ان يبقى في حاجه انت ضد اللي انت بتفاليو او الفاليوز بتاعتك، او ضد حاجه انت مش عايزاها وتقولي عليها لا. السلاسه بتاعت انا النهارده عندي طاقه، ولينا متعصبه، ولينا فضت غلبها فيا، انا اقدر اعدي الموقف عشان انا عايزه اعدي الموقف، عشان حفاظا على الود اللي ما بيننا، عشان انا عندي الكاباسيتي اعمل كده دلوقتي. بس بعد كده هاجي اقول لها يا لينا مثلا خلي بالك كاباسيتي بتخلص، خلاص انا هصالحك بعد الحلقه. وبعد كده اجي مثلا اقول لها يا لينا خلي بالك ان انت كنتي مثلا اجريسيف قوي معايا المره اللي فاتت وانا اتضايقت، فهي هتقول لي ايه، معلش انا كان عندي موقف، او ما كنتش متضايقه، او كنت قصدي متضايقه من حاجه، فخلاص الموضوع هينتهي. انت هنا كنتي سلسه، حتى لو حطيتي الباوندري بتاعت ان انا ما اسمحلكيش تتكلمي معايا. عارفه السلاسه فين؟ ايوه ما هو ماشي يا مريم. لو انا بتكلم مع لينا وجيت قلت لها لينا انت اتعصبتي عليا امبارح، فانت بس مثلا ايا كان انا اتضايقت، بس قشطه يعني انا بس خدت بالي انك انت ستريسد، فتمام، فقالت لي معلش يا مريم وبتاع. ده لو مع لينا. تخيلي بقى لو مع شخص تاني انا قررت اكونفيرم مشاعري ان انا اتضايقت، بالعكس ده انت اسهل مع الناس اللي ما تعرفهاش، لان هو ما يعرفش حدودك، هو بيتعامل ده وجع دماغ. لا خالص والله العظيم في ناس وجع والله دماغ. في الاول بس سؤال في الاول بس. بس انا عايزه افهم حاجه. يعني انت بالنسبه لك اهون ان انت يقعد حد يطلع فيكي كل حاجه ممكن تضايقك وتوجعك وتقرفك، عن ان انت تقولي له لا دي حدودي؟ لا حد جديد، لا انا بسالك بجد، حد جديد دي على دماغه عادي. طب ما هو ده قصدي. طب ثانيه، يبقى انت لو حد لسه جديد عادي هتعرفي تحطي حدودك. لا عادي. طيب ماشي، يعني حاسه بالعكس. لا لو حد انا بحبه قرر يلوم مريم هتصدق اللوم عادي. ما هو ثانيه، حد انا بحبه دي يا مريم، انت ازاي قررتي ان الحد ده يبقى قريب ليكي
لا ما هي عشان حاكمه من الموضوع من سطحه فعلا، هي خلاص هي حطتك في كاتيجوري وقالت ان انت لينا تبع الكويسين ودول تبع الوحشين. بعدين هقول لك اللي تبع الحلوين هيفضلوا تبع الحلوين على طول. في بوينت تانية مهمه قوي. في مناقشه برضو مع لينا، انا انا بحط الناس او ما بعرفش افرق ما بين ان الشخص ده جزء منه شرير وجزء منه كويس. كنت عارفه انت هتقولي كده. انا الناس يعني انت نيره، انت ساعدتيني، انت يا ابيض يا اسود. انت ساعدتيني ووقفتي جنبي وعملتي لي مش عارفه ايه وعملتي لي مش عارفه ايه، انا شايلاكي فوق دماغي طول حياتي. فما نيره مثلا فشختني، انا بالنسبه لي انا نيره فوق دماغي فوق دماغي طول عمري. ايه ده على فكره بقى ثانيه، انا بحس ان انت ثانيه واحده عشان عندي ايرور جدا دلوقتي. انا فاهمه، بس انا بحس ان بالعكس ده انا نفسي اعرف اعمل اللي انت بتعمليه. يعني انا ما بعرف اللي هو بالعكس انك ما تشيليش من حد. انت لا انت انا بحس ان انت بتعرفي توقفي كل حد حسب تصرفاته. يعني مش زي ما انت بتقولي دلوقتي ان هو عمل لك جميله فبيفضل فوق دماغك مهما عمل. ده مش دلوقتي، ثانيه واحده. لا ده مش دلوقتي. ماشي، اصل انا دلوقتي انا لسه بقى زيك. انا مش دلوقتي الموضوع مختلف، ظبطنا. لا عامه انا دلوقتي بستخدم بريفليج ان انا شخص ما باخدش بالي، وعندي بريفليج ان انا ممكن اسيب الشخص وامشي في ان انا استخدم الباوندريز بتاعتي. انا مش عاجبني اللي انت عملتيه فانا هسيبك وامشي. انت عارفه ان انت بتفضحي دلوقتي السر اللي انت بتعمليه. ما عنديش مشكله. لا فاهمه، يعني انا مثلا في وقت معين انا عندي كاباسيتي ان انا اتكلم معاكي، بس في وقت تاني ما عنديش كاباسيتي. انت خدتيها مثلا ان انا مريم غيرت معاملتها معايا، مش مهم. خديها ان انا غيرت معاملتي. لما تيجي تساليني هقول لك معلش والله انا بس كنت مش قادره اسوشيالايز فما قدرتش اتكلم. بس انا في الحقيقه ما كنتش طايقه اتكلم مع حد في العموم. فعادي تمام. فانا دلوقتي الباوندريز بتاعتي بتبقى، هقول لك الموضوع بيزد على ايه، ان انا كنت فاكره زمان ان انا بحب نفسي. ماشي. فلما الاقلام فاهمه خدت حبه اقلام كده، فكان بالنسبه لي انه مريم انتي اكتر واحده بتكرهي نفسك. انتي ممكن تحبي شخص وتعرفي تحبي شخص بس تعرفيش تحبي نفسك، انتي تحبيش اي حاجه في نفسك. فكان بدايه انه مريم انتي محتاجه تلاقي حاجه واحده بتحبيها في نفسك. صدقيني ما كنتش لاقيه، يعني انا فضلت كتير واقفه ان انا مش لاقيه حاجه. فبعدين بدات واحده واحده ابدا اكتشف انه كان ممكن امنشن العيوب بتاعتي الاول. يعني ممكن اقول انا شخص ما بركز، انا شخص ما بحبش خناق، وعامه كنت واخداها حاجه كويسه ان انا شخص ما بحبش خناق. انا ممكن شخص مش هقول مش هاديه بس الى حد ما في ركن. يعني انا لغايه عامه هي برضو حاجه كويسه، دي حاجه برضو بستخدمها بريفليج. انا ما بسالش كتير. يعني انا ما عنديش فضول للبني ادمين اللي حواليا الحمد لله. دي في الاول. لا هو انت يعني انت لليفل معين، يعني في ليفل معين. ماشي في حد تاني اعرفه هو اكستريم فضولي، بقول له وانت اكستريم ما بتساليش. لا بصي، يعني انا زيك في حاجات لدرجه ان انا احيانا بيبقى عندي صراع داخلي، هل المفروض اسال ولا هل المفروض ما اسالش؟ فاقول لا خلاص مش هسال، فاروح ما اسالش، فيروح الشخص اللي قدامي اللي هو قريب مني يعتبر ان انا مش مهتميه ان انا اعرف تفاصيل، وانا عملتها من باب ان انا احترمت البرايفسي بتاعته. فقلت ان هو لو كان عايز يقول لي كان هيقول لي. انا بقول لنفسي ما انا بقول لنفسي كده. هو اللي انا بقيت بقى بعمله انه لا، على حسب حكمي انا القربي للشخص اللي قدامي. مثلا جات لينا قالت لي انا مسافره، في الطبيعي عمري ما هسال مثلا انت مسافره فين. انا محتاج مجهود مني ان اقول لها انت مسافره فين عشان يبان ان انا مهتمه هي مسافره فين، خاصه لو حاجه انا اكسايتد ليها ان هي تعملها، فاهمه؟ فلا بقيت اقول لا خلاص اسالها، ولو هي مش عايزه تقول انا هعتمد ان هي هتقول لي لا انا مش عايزه اقول. فاهمه حاجه؟ بس ده محتاج قرب معين من الشخص اللي قدامي بالنسبه لي، يعني قرب معين او راحه معينه مع الشخص اللي قدامي ان انا اساله في حاجه بيرسونال انا شايفه ان هو افضل ان هو اللي يقولها لي مش انا اللي اساله، فاهمه؟ بس طالما هي قالت لي انا مسافره فهي طبيعي منتظره مني ان انا اقول لها مثلا طب مسافره انا بقول لها ترجعي. انا اقسم بالله
ايوه حرفيا والله العظيم. ترجعي بالسلامه يلا. مفيش واحده حتى من صحابي القريبين جدا كانوا مسافرين مثلا شهر عسل ولا حاجه، وقلت لهم انتوا مسافرين فين، وحاجه ويرد جدا. ايوه بجد انا اكتشفت قد ايه نكبر الموضوع، قد ايه الموضوع ويرد، لان انا بكتشف بقى ديفولت انت عايزه تقولي هتقولي بالظبط. ماشي إيه يا حك- مريم، إيه ما انا إيه؟ ثانيه، إيه مريم أنا مسافرة. انت تعملي كده ثانيه واحده. انت لما تيجي تقولي لي لينا هو انت هتمشي في الشارع مش عارفه ايوه إيه؟ انا بدي المقدمه. ما هي نفسها على فكره، انا بديلك مقدمه ان انا مسافره عشان تساليني فين. يا ايوه بالظبط. انا بحس ان فأنا انا عايزه طب ماشي، انا في الحكي لو عايزه احكي لها هحكي لها، مش عايزه احكي لها مش هحكي لها. ما هو عشان انا وانتي بنفكر كده، لكن انا لما ايوه بالظبط، يعني انا لو مكانها مثلا هقول لها انا رايحه شهر عسل في بالي، هاي فاهمه كده. انا ده بيبقى توقعي، ما هي دي الفكره بقى، ما هو ده الشيء الكونفيوزنج وفي نفس الوقت غريب في علاقاتك مع الناس، وبتكتشفيه بعدين ان انا لقيت بعد كده مثلا نفس ذات الشخص القريب مني ده حد تاني مش مهم خالص، عارف هي مسافره فين ورايحه وجايه امتى وراجعه من امتى، عشان هو واحد فضولي حتى لو مش عايزه اقول له سأل. ما هو انا بقى ما ببقاش عايزه ابقى الشخص ده. انتي صاحبتي، هقول ما لك انا على عارفه حاجة. بس ما بديش نفسي الحق ان استنى. انا اسالك، فاهمه؟ انت عارفه انجي لو هنا كانت ضربتك عادي. ايوه والله العظيم بجد. فاللي هو انا ببقى نفسي قوي اتناقش في حاجه، خصوصا لو حاجه مثلا زي السفر، انا بحب قوي اتكلم على السفر، ببقى نفسي قوي اتناقش اللي هو طب عملتي ايه، طب روحتي فين، طب هتروحي فين تاني، طب ما اعرفش عامله بروجرام ولا لا، طب ما اعرفش ايه. اللي بتقول كده دي واحده كانت معايا في تجهيزات جوازي كلها، كانت معايا وانا بفرش، كانت معايا في فرحي وفي كتب كتابي وفي حياتي كلها تقريبا. بقالنا كام بتاع 8 سنين او 7 سنين نعرف بعض، وفي حياه بعض حرفيا في ادق تفصيل في مشاكل بيوتنا، بس مش هقول لها انا مسافره فين. لا وعارفه طب عارفه مثلا هديكي مثال ده تاني، كمان دي ممكن تعرف انتي- مهند من قبل ما انا اعرفها كمان، يعني هي معانا. لا لا لا. ايوه دي اوفر طب انت بجد. عارفه ان انا والله العظيم في يوم فرح لينا، ما دي حاجه انا عمري ما قلتها لها يعني، بس يوم فرح لينا مثلا اليوم اللي قبلها المفروض يوجوالي يعني حد من الناس القريبه منها بيروح يقعد معاها يعني يظبط معاها ومعرفش ايه، او يبقى اليوم من الصبح، يعني من الصبح قوي يجي بدري ويروح المكان وبتاع. انا فيها حاجه جوايا، انا عمري ما حسيت الاحساس ده مع حد قريب مني، بس انا فيها حاجه جوايا بتبقى عايزه اقول للشخص ان انا عايزه اجي اقعد معاك، فاهمه؟ بس خايفه من الرياليتي تشيك بتاع انت مش قريبه قوي مني كده، فاروح اتجنب تماما ان حتى اروح في الميعاد، لمجرد فكره انا عارفه ان ده يبان ان هو مرض نفسي. عامة بقى في حد بقى تاني انا اقسم بالله ما كنت عايزاه اصلا، حتى يعني اقول لك ايه يجي، يعني انا كان نفسي ما يجيش، يعدي قدامي بس وجه بدري وفضل معايا في البروسيس كلها ولازق لي. فاروح ابان ازاي مريم؟ ابان ان انا مش جدعه، مع ان انا جوايا نفسي حد يقول لي انا محتاجاكي فتعالي معايا. انا اون ذا اذر سايد مش عايزه اضغط على حد، فانا اللي بالنسبه له فاضي وافيلبل مستنيه يجي يقول لي، فيبان ان انا شخص مش جدع، ولا جيت في ميعادي، ولا جيت اصلا كنت موجوده او بريزنت في اللحظه دي، مع اني نفسي جدا ابقى موجوده. انا وانجي قلنا لك تيجي بدري، انت قلتي لي اجي بدري على الفوتوشوت، لكن ما قلتليش اجي بدري اقعد معاكي. ماشي، ما عشان بمنتهى البساطه انا في دماغي ان نيره تبقى عايزه تلبس في بيتها، لان ده انا برضو يعني انا ما انا قصدي كده، ما انا عارفه ان ده مس غير كوميونيكيشن ناس معينه. ايوه انا عارفه ان ده مس كوميونيكيشن. فهي مثلا وكذا حد من البنات. انت بقالك كام سنه متجوزه؟ 3 سنين متجوزه. حاسه ان سامحي بقى، انا على فكره انا مش لا متضايقه هي منها. حرام، هي انا بس حتى انا في الطبيعي بس لما بزعل ان هي انا الموضوع معايا ابسط من كده بكتير. انا دايما حتى بقول لها الجمله دي، بلاقي ان هي الموضوع معايا بجد ابسط من كده بكتير. تعالي قولي لي، وانا لو مش مناسب هقول لك مش مناسب. انا بقى بخاف هي اقول لحد مثلا اللي هو انا جايه ويكسف ان هو يقول لي لا، فاهمه؟ فخاف ابقى تقيله على حد. مش بقى تتكلمي معايا تاني في موضوع الفيزيكال تاتش، عشان انت كده بتعملي نفس اللي انا بعمله، بس لا بس انتي فيزيكال تاتش انا فاهمه انتي ليه بتعملي كده. طب ما ثانيه، طب ما انا انتوا دلوقتي محتاجين تفسروا علشان انتوا ماشي. بصي هي مثلا هي انا بصي انا شخص رقم 1 لاف لانجوج عنده فيزيكال تاتش، بس انا عمري ما بتعرفش ده، والناس كلها عاده ما بتعرفش ده. ليه؟ عشان انا بخاف ان انا اتفهم غلط، او ان انا ابقى بجبرك على حاجه انت ما ترتاحيش فيها، فاهمه؟ يعني مثلا فاكره ما انا كنت بقول لك اشد الطرحه العب في شعري مش عارفه، انت ما بتحبيش كده. ريم هشام مثلا برضه ما بتحبش حد يلعب في شعرها،
مع ان انا الديفولت بتاعي ان انا هروح العب في شعرها، فاهمه قصدي؟ فانا تجنبا ان اضايق حد بطلت اعمل اللوف لانجوج بتاعتي اللي هي اصلا اول حاجه. فالناس ما بقتش عارفه ان ده انا. نيره انا كان ممكن ابقى كتير قوي عايزه احضنها بس ما احضنهاش. انا ليه؟ عشان هي عشان هي بجد فانت بقى بتعملي نفس اللي انا بعمله بس عارفه حاجه تانية. بس من باب ان انا ما احطش حد في سيتويشن يبقى هو مش مستريح. هو فعلا نفس الكونسبت فعلا. ان هو يبقى خايف يقول لي ويجرح مشاعري مثلا، فانا اقول لا طب خلاص انا هتجنب كل ده، هحميه من هحميه من فكره اصلا ان هو يحرج ان هو يقول لي لا على فكره بقى. بس اقول لك ليه انا بقول لك انا بعمل مقدمه سطريه. ايوه ايوه انا قلت على فكره انا اجباري. بصي يا نيره انا شخص يعني لو انت حد مش قريب ليا انا هبقى عادي واضحه وصريحه معاكي. يعني انت لو جيتي قلتي لي انا عايزه اجي يا لينا مثلا احضر ليتس سي يوم ما هبقى بولد مثلا في المستشفى تبقي معايا، لو انا مش عايزاكي اقول لك ما نجيش. انا ماما وبجد هي هتشتمني دلوقتي بقول لها ماما انت مش هتدخلي معايا في ولادتي، انت هتقفي بره عشان ماما هتوترني. فانا في ناس هبقى بالنسبه لي دي ناس انا عايزاها موجوده وتشاركني اللحظه، وفي ناس تانية هيبقى بالنسبه لي لا يبقوا تعالوا لما نرجع بقى البيت. ده محتاج عمق علاقه ان انا اعمله مع حد. طب ما ماشي، ما احنا اوريدي واصلين لده. ما ده انا عارفه، ما هي دي المشكله، ان انا عارفه ان هو يوم مهم جدا بالنسبه لك، وعارفه ان هو يوجوالي يعني قصدي جربي اسالي بالذات إن مع الناس اللي هي ما فيش بينك وبينها احراج. يعني لو يعني انت حد انا مش هخاف اقول له نيره والله مش هتنفع مثلا. يعني لو انت كنت جيت ساعتها قلتي لي عارفه بس يمكن جزء جواه بيقول لي نفسي هي اللي تقول لي تعالي. فاهمه؟ انا فاهماكي عامه انا بحب قوي. انا بحب حوار، يعني انا بحب الناس تخصني انا بالظبط. يعني نفسي حد يقول لي لا تعالي. انا فاهماكي لان انا كده انا فاهماكي جدا والله. بس برضو ممكن عشان انا مريت اوريدي بده فبقيت فاهمه ان ساعات الشخص ما بيبقاش واخد باله. يعني انا لما كنت ساعه فعلا الفتره بتاعت التجهيزات وكده دي كان كل طالع عليا ان انا مش عايزه احط على حد مسؤوليه وهو يبقى مضغوط او وراه حاجه. فبقيت سايباها ان اللي عايز يجي فبقيت بعد كده لما بيبقى في حد بقى هو مثلا فرحه او كده وانا عايزه ابقى موجوده بساله هل في مكان او انت حابب ان انا ابقى معاك. يعني انا في واحده صاحبتي كانت بتتجوز من قريب قعدت اسالها السؤال ده اكتر من مره، تحبي ابقى معاكي؟ تحبي اجي اجهز معاكي؟ تحبي ابات معاكي اصلا من اليوم اللي قبله؟ لا تمام ماما هتبقى معايا مش عارف ايه انت بس ممكن تجي لي من الصبح. اقول لها خلاص تمام من الساعه 6 الصبح او 7 شوفي عايزه الساعه كام هبقى عندك. واعمل كده لان بجد هو الشخص ساعتها من كتر ما هو في حاجات كتير في دماغه مش بيبقى مركز. اكشلي هو ممكن يبقى عايزك انت اكتر من اي حد اصلا تاني بس الناس التانية فرضت نفسها. فاهمه؟ فعشان كده ما بقتش بسيب الموضوع لان هو ينفايتني، مش ما بقاش ده مقياس انه بيحبني او انا قريبه او لا. لان فعلا الناس بتستحي. انا امنيه اهي واللي هي تعتبر من اقرب الناس ليا في حياتي، اقرب حد ليا. انا ما كنتش موجوده عامه ولا في جوازها ولا في كتب كتابها ولا في اي حاجه بسبب ان الظروف جت كده وسبب ان هي شخص لا انا هنزل اشتري حاجتي وهعمل وبتاع. هي مش بتعرف تخلي حد معاها. انا كان نفسي ان انا ابقى معاها وسالتها حابه اكون معاكي، هي كان بالنسبه لها لا. فده قصدي ان انت مش معنى ان انا اقرب حد ليك ان انا لازم ابقى موجوده او ان انا هبقى تمام معاكي ان انا اكون موجوده. وناس تانية اقسم بالله ممكن ما تبقاش فارقه لك بربع جنيه وجبرت نفسها انها تكون موجوده. ما هو انا بقعد اقول يعني يا بخت الناس البجحه دي اللي هي عندها. يعني انا مثلا عندي حته زي كده بقول لك ان ممكن يبقى حد فعلا بيتكلم في موضوع مهم وانا قاعده جنبهم وسامعاهم او ده بس مش مهتمه فعلا ان انا اسال اللي هو انتوا بتحكوا في ايه، الا لو مثلا زهره فاهمه اللي هي بقت خلاص زي اختي. فاللي هو دي الحاله الوحيده اللي اسمح لنفسي ان انا اسال طب انتوا بتتكلموا في ايه او انتوا بتعملوا ايه. لكن بعد كده في ناس تانية مهمه جدا بالنسبه لي بتبقى بتتكلم برضو في حاجات زي كده، لو ما حضرتش الموضوع من اوله مش هسال. فانا ما اسالش فييجوا بعد كده يتكلموا ان انا كنت سامعه. ايوه عامه انا زيك بيحصل كنت سامعه الكونفرسيشن وانا ما كنتش مجمعه هما بيتكلموا في ايه، بس كنت مجمعه ان هما بيتكلموا في موضوع مهم. بالظبط. هقول لك على حاجه، انا قبل فكره ان انا ما بسالش دي قبل كده كان بالنسبه لي من باب انه مريم انت مش المفروض نحس اي حاجه فاهمه. دلوقتي يمكن بعيدا عنكم طبعا اتكلمتوا في حاجات دي وكله يعني ليها وجهه نظر تحترم صح بعدين الدنيا بس انا دلوقتي باخدها من باب ان انا ما بسالش، من باب انه بصيت لها من باب انه الحمد لله تاريخ دماغ ان ربنا
حط فيا حته او هي سهله انه يخليني اركز مع نفسي عن ان انا اركز مع اللي حواليا. يمكن عشان الصفه دي مش موجوده في ناس كتير، فكنت ببص لها انه الحمد لله ان انا بقدر اعيش في البابل بتاعي، وفي هنا ناس بتتكلم وهنا ناس بتتكلم، بس مريم انتي مع نفسك، انتي مركزه، انتي دلوقتي يمكن لو مريم انتي مركزه انتي حاسه بايه، انتي مركزه انتي بتعملي ايه دلوقتي، في تفاصيل وراكي مش عارفه ايه فانتي مركزه مع نفسك. بس عارفه ايه مشكلتها؟ ان انت هتوصلي لليفل معين في العلاقه بحاجه اصلا فاهمه مش واخداها ميزه ولا انها نعمه ولا انها حاجه. في فرق كبير قوي بين ان في شخص بيتتبع خطوات الناس اللي حواليه، ده عمل ايه وده وصل لايه وده راح فين وده يعني انا مثلا مش مركزه قوي مع انجازات الناس. لو انا عايزه اعمل ده دلوقتي هيبقى من باب ان انا عايزه اكتشف الناس بتعمل ايه، مش اكتر ولا اقل. بس الناس هتاخد ان ده فضول في الاول في الاخر، انا بتعدى على حدودك 100% عشان افهم نفسي انت مالك اصلا، يعني انا مالي ومال تفاصيلك يا استاذه مريم، فاهماني؟ بس انا مش بعمل ده، او انا اخترت انه لا مريم خلاص ده مريحك. انت صح طبعا، المفروض نسال عشان اتناقش في الجزء ده عشان صح. بس انا باخدها من باب انه لينا جت سالتني على حاجه وما كملتش كلام، فممكن تكون مش عايزه تحكي دلوقتي، فيهم مليون سبب. ممكن مش عايزه تحكي دلوقتي، ممكن حاسه ان هي كانت عايزه السؤال يقف هنا، ممكن هتحكيه بعدين. لا عارفه، لا بس انا برضو على فكره اللي انت بتقوليه ده انا تمام معاه. يعني انا لو جه حد قال لي حاجه سبيسيفيك خلاص انا هرد على الحاجه اللي دي سبيسيفيك وخلاص. لا انت لو حكيتي لي حاجه ووقفتي عادي، انا ممكن اسالك في النص مثلا، ممكن سؤال واحد، ما هو ده قصدي اللي هو طيب وانتي رديتي قلتي ايه؟ ماشي ما هو بصي في فرق دلوقتي. انت بتتكلمي في 2 بوينتس. اول بوينت انه انا جيت سالتك سؤال معين او كلمت معاكي في حاجه معينه والكلام وقف، فخلاص انت مخك ترجم ان خلاص ممكن الكلام يكون وقف هنا، هي بتعرف حاجه معينه وخلاص، فانا مش هتكلم. اوكي. وفرق بين ان انا جايه بحكي او برغي او بتناقش او يعني فاهمه قصدي. لا انا بسال ديتيلز، يعني ممكن انا اكستريم برضه مش عارفه. لا انا ما اعرفش انا لا انا حاسه ان انت مش انا بسمع في ليفل معين. لو انت حكيتي لي على حاجه ايوه يعني انا قصدي لو انا مثلا جيت قلت لك يا مريم ده حصل كذا مثلا وبعدها كذا وبعدها كذا، طبيعي هتقولي لي ايوه ها وبعدين عملتي ايه. بس خلاص ما احنا كده تمام. لا انا حاسه ان في ليفل معين من القرب محتاج ان انت تكسري فعلا حته، محتاجه تزقي نفسك كده شويه اللي هو ان انت تسالي. لاني at some point يعني هقول لك حاجه، انا لو جيت انا شفتي المره دي عملتها بس على فكره انت ظلمتيها كنت بعملها كده. خلاص اعملي المره دي لا قولي لا وخلاص ما هبقى اقول انا في حاجه صغيره عايزه اقولها. انا قولي من باب الكلام اللي احنا بنقوله. اول ما اتعرفت على لينا يا دي امي بدات اتوتر ان التوبيك بقى بيقلب عليا. انا في فتره ما كنت خايفه ابقى صاحبتها. عشان ايه؟ عشان شخصيتها مختلفه عني، فكنت بخاف اذيها. يعني انا كنت حاطه نفسي ان انا هاذيها. هي قالتها لي كده بالنص، قالت لي انا خايفه اذيكي، انا خايفه ابقى صاحبتك اذيكي بالاختلاف اللي بيننا. انا عرفتها سنتين، انا الجمله دي لسه قايله لها دلوقتي. انا حاسه عشان حصل كونفرزيشن ولينا انا حاسه ات ميك بيرفكت سنس ان انتوا الاثنين صحاب، لان مع حد اوت اوف تاتش مع نفسه ومع اللي حواليه محتاج حد فيري ان تاتش مع الناس اللي حواليه. يعني هي بتقدر تقرا الروم، تقدر تفهم اللي قدامها بيتعامل كده ليه، تقدر حتى لو انت مختلفه خالص عنها تفهمك انت ليه، يعني ليه بتعملي كده. لسه هتتاذي مني بالعكس. ليه يا مريم بس لا مريم لا هي هي لما لا هقول لك ثانيه النقاش تفكير معين حلو بس لما جت اتكلمت معاكي بالظبط انت على فكره ومش فكره بس فهمتها. مريم مش الشخص اللي هي كانت عليه ساعتها. يعني هي لما قالت لي الجمله دي هي اختلفت عن ده دلوقتي تماما. عشان اشتغلت على نفسها عن وقتها. مريم هي لما عرفت الحاجه المعينه اللي انا تخوفت منها او اللي زعلتني، هي كان ردها عليا لينا انا مش الشخص ده دلوقتي، وانا لو هعمل ده في العادي مش هعمله معاكي. ما هو عشان كده بقول لك هو ترايل اند ايرور، انت بتجربي مع اللي قدامك. هي فاليديشن للحاجه اللي كانت مقلقاني ان انا خلاص مطمنه ان هي مش هتعملها معايا، فخلاص الموضوع عدى. فعشان كده هي لا يا مريم انا انت في الاول كنتي حاجه. مريم انت في الاول برضو ما كنتش عارفاني كفايه، كان بالنسبه لك ان انا شخص ايموشنال، فانت خايفه علاقتنا دي تجيب لك وجع دماغ من الاخر. لا كنت او ان هي عايزه تتكلم معاكي في تفاصيل وانت مش عايزه تتكلمي في مشكله انها انا ما كانش عندي على فكره اول ما اتعرفنا على بعض ما كانش عندي مشكله انها تكلمني في تفاصيل عامه، ما تتكلمش عليها. ده مشكله ان انا قصدي عليكم. لا هي كان عندها. مع ان على فكره انت لو ركزتي هتلاقي ان اصلا اول موقف
في شد حصل بينا كان ان انت زعلانه مني في حاجه على فكره. علشان انا كنت ساعتها، لا انا اتزقيت ساعتها بصراحه مش بغض النظر يعني يعني انا لو انا ما كنتش اتزقيت ما كنتش كنت اعيط بس ورا قصدي الشجر بس عادي. قصدي بغض النظر يعني قصدي ان انت اوريدي اللي بداتي ده، يعني انت اوريدي كان عندك جانب انه انا متضايقه ومش عايزه انا أتكلم. متضايقه وهقول لك اني متضايقه. انا اتزقيت يا جماعه فاهمة. انا ما عملتش كده من ماشي، نفسي بس والله من حتى- شخصيتي. حاسه ان انت برضو لو مش عايزه مهما مين قال لك ما كنتش هتعملي لا كان الموضوع مأذيني نفسيا. لا هي هتلاقيها هي فعلا متضايقه هقول بس لك حد انا كان ايه اللي شجعها. مضايقني ان في سؤال ملوش اجابه عندي وانا مش عارفه انت ليه بتعملي كده، فاهمه؟ فانا عايزه الاجابه وانا مش لاقيه اجابه، فبدات افسر. فانت بقى انا اتحطيت تحت بريشر ان انا لازم تقول لها عشان تاخد لا الاجابه. انا بفسر تصرفاتي طول اليوم، انا ماشيه ورا لينا بفسر تصرفاتي، انا بعمل ايه، طب انا بصيت ازاي، طب انا مشيت ازاي، طب مش عارفه ايه. وبعدين الاقي مثلا حاجه ضايقتني مثلا لينا عملتها، فانا اقول دي ليها علاقه لا انا مش بترجم. وبعدين كويشن مارك تاني، هي ليه عملت كده؟ انا ما عملتش حاجه، انا متاكده انا ما عملتش حاجه. فابدا احس بانجر، فاهماني؟ فلما اتكلمت معاها كان بالنسبه لها انه لا يا مريم انت فاهمه كل حاجه غلط. فكان بالنسبه مش على فكره لينا، ولينا قلتها لها 5000 مره، انا اول مره في حياتي كلها من الموقف اللي هي بتحكيه ده حد يفالد مشاعري. فكان بالنسبه لي اصلا صدمه ان انا اقعد واعيط وحد يقول لي انت عندك حق وخلاص. فانا خلاص كده ايه ده ايه ده انت مش هتخليها ايوه انت مش هتخليني ابقى ديفنسيف، مش لا هتخليني. بقول لك انا بدي سيناريو قبل ما اتخانق مع حد او قبل ما اتكلم مع حد. هي كانت عامله سيناريو. انا عامله سيناريو انها هتبقى ديفنسيف فشخ وانا اقول لها لا ما تعمليش كده وهنتخانق ورايح جاي. وبعدين هي بجد هي سمعت للاخر، هي ما اتكلمتش. انا عارفه ده. شفت ريل هي فعلا بتوصف جدا الحاله دي، وفعلا حاجه كده انه هي بتقول ان هي دايما كانت عايشه في سايكل يعني بيت ابيوسيف، فهي مش عارفه ازاي يتكلموا مع بعض وازاي يبقوا في هيلثي ريليشن شيب وازاي كده. وبعد كده هي she got related، يعني بقت في ريليشن شيب مع واحد very healthy، فبقت لما بيتخانقوا هي رايحه بقى متحفزه ومستنيه هنضرب. يقول لها انت عندك حق انا اسف. تقول طب كميه الغلط اللي جواها وديه فين؟ عامل زي البالونه، فاهمه اللي هو الموضوع ده مرعب بجد مرعب. فهو فعلا شيء تلكيكي بقى اللي هو هي اللي الكوبايه دي بالظبط زي ما كل التحفز والانجر اللي كان جواكي من ناحيته اللي انت متوقعه او متعوده على باترن معينه. ايه ده؟ ايوه هو انت مش هتزعق؟ هو انت مش هتلومني؟ هو انت مش هتقولي ان انا اللي غلطانه؟ على فكره وبجد هو ده انا وصلت له برده بعد نضج، يعني انا ما كنتش كده. انا كنت هعمل السيناريو اللي انت كنتي متوقعاه. يعني انا العادي بتاعي ما بقولك خناقات انا وبابا كانت فاهمه ملعلعه في العماره. أيوة. انه انت بتقولي كذا فانا هرد وادافع عن نفسي، ولا بقى انت اللي فهمت غلط، ولا بقى انا كان قصدي كذا، وهنفضل رايحين جايين زي بس كده. مثلا المثال اللي حصل بينكم انتوا ورحمه امبارح، ما انت قلتي كذا لا انا قلت كذا، نفس الفكره. والله نفس الفكره اللي هو هفضل مصره على انه لا انت فهمتي غلط، انا لا انا كان قصدي كذا، لا انا مش عارف ايه، انت مش مشكلتي ما انت فهمتيني، فاهمه؟ وده بقى من جزء من البريكنج السايكل. يا لهوي انا اليوم ده انا عمري ما انساه والله العظيم. انا بجد بعد ما رحنا بعد انا مش عارفه اتعامل ازاي مع انا اصلا دي فاجئتني. لا انا بس هي بصي انا كنت بقابلها وباخدها معايا في بقيه الطريق واحنا داخلين المكتب. هو انت هتروحي من الطريق ده؟ لا والله لقيتها بتقولي انا كلمتها الصبح بدري استني كده اقفي ما انا لا ثانيه ابدايها من الاول. انا برضو كان رعب اكتر ان انا كلمتها قلت لها لينا انا عايزه اجي معاكي الصبح بكره. فهي افتكرت ان عادي لا ما هي ساعات بتيجي معايا. فاول انت بتقولي استني ما تروحيش عند المكتب ما تجيش هناك، تعالي نقف هنا عشان عايزه اتكلم معاكي في حاجه. فانا يا نهار اسود انا عملت ايه؟ فاهمه؟ بدات بقى كل السيناريوهات. طب انا امبارح قلت لها حاجه ضايقتها، طب انا اتكلمت باسلوب انت عارفه بقى لقيتها شريط حياتي يعني. بعدين لقيتها بتقول هي بجد هي طلعت يعني هنا انا اتخضيت اصلا اللي هو انت قلتي وانا مش عارف ايه. قعدت زعق كتير قوي وهي ساكته كل ده. والفكره ان انا بجد انا ما ببقاش قاصده بجد اي حاجه، انا بتعامل بتلقائيه فشخ، بالذات لما ببقى بحب حد وحاسه انه ماتيور انف انه فاهمني، فبتعامل باريحيه قوي. اللي هو يا نهار اسود هو انت كل ده انا ما كانش عندي اجابه السؤال ده. ايوه انت فاهماني؟ الانجر ده كان طالع من ان انا ما عنديش اجابه السؤال. انا عايزه انا ماشيه وراك عامله زي البطه بقعد افسر انا بعمل ايه.
ففكره انها هي سكتت والله العظيم بجد، سكتت للاخر. وبعدين هي رحنا، انا قعدت بعد ما طريق خرجنا بقى دخلت وانا خرجت قعدت في الجنينه كده شويه مع نفسي، وقعدت اقول انه ايه اللي حصل ده؟ لا ايه ده، ايه السهوله عامة دي. انا بقى انا قاعده جوه بس بتساءل مع نفسي باسئله كتير، هي اللي هي هو بتفكر في هو ايه؟ انا ايه اللي انا عملته لدرجه انها توصل للمرحله دي؟ يعني انا برضو بالنسبه هي رقم عشان انتي في الطبيعي فاكره انه لما هيحصل حاجه واحده هيجي حد يقول لك هي رقمت قوي يعني. أيوة. لما فخلاص مش حاجة، قادره وجت هبت. أيوة. فانا عماله اقول هو انا ايه عملته وصلها للدرجه دي، اللي هو طب انا زعلتها قوي كده، اكيد انا عملت حاجه غلط. فعماله بحلل تصرفاتي معاه، طب انا كلمتها باسلوب وحش، طب خلاص هاخد بالي. طب انا مش عارف، عماله بحلل حرفيا كل حاجه، انه خلاص لا ممكن يكون افورت في الهزار، فاهمه؟ انا بالنسبه لي الموقف خلص بعد ما ردت، يعني انت انت فاهمه أيوة. الحته ان خلاص أيوة. وصلت. لا انا عماله انا بفكر خرجت بقى. في الجنينه قاعده، صدقيني والله بجد انا قعدت كان اول مره في حياتي اخد نفس كده، اللي هو ايه ده، ايه السهوله دي يعني ايه، يعني مش ما ايه ده، انا زعلت وهي قالت لي اوكي سبحان الله. يعني هي ما اتخانقتش يعني خلاص، يعني هي فهمتني خلاص مريم هو هي شعور رائع صراحه. فاهمه. فبعدها كانت المفاجاه الاكبر انها ما عملتش اللي بيضايقني. ايوه بدأت فده أخد كان بالي. حوار تاني انه ايه ده عشان اخدت بالي على فكره يا شقيه. فانا كان بالنسبه لي انه انت عملت كده عشاني، انت عملتيش عشان مثلا انت مضطره انك تعملي كده. فده كان اول مره افيس this kind of love، اللي هو انت احنا لما بنحب بني ادم، انا كنت فاكره ان انا اللي بعمل ده يعني. انا دايما اللي هو انت صح، انت صح، انا اسف خلاص. عمره ما اتعامل معايا. فكان بالنسبه لي بجد لينا كانت من الناس اللي حطوا او عرفوني مشاعر جديده عمري ما حسيتها في حياتي. يعني اول مره احس ده وانا عندي كام سنه، 26 سنه. اول مره فاهمه، لمجرد انه حصل كونفليكت واتخانقنا وخلاص. بعدها بعيدا ان لينا كانت متخانقين من نفس التوبك، بس انا بعدها لما اتخانقت مع لينا تاني كان بالنسبه لي احنا هنتكلم خلاص. انت عارفه احنا هنتكلم. العيب بقى بتاعي بان انا عشان نتكلم انا هتفادى ان احنا نتكلم، فانا همشي جنب الحيط كده. يعني احنا فضلنا كذا يوم ما بنتكلمش، انا همشي جنب الحيطه كده اللي هو انا عارفه ان هي بتهرب. فانا في دماغي انا مش انا اللي هبدا الكلام، انا هستنى لما هي تيجي تبدا الكلام لحد ما يأست منها. ورحت انا قلت لها طب احنا مش هنتكلم بقى ولا ايه يعني، هنبات كده ولا ايه يعني. ثالث خناقه لينا بدات تهددني، قالت لي مريم عارفه لو ما جيتش تتكلم لا انا غير لما انت تيجي تتكلمي عشان هي عايزه تعودك على فكره وانا قلت لها كده انه لا انا لازم اجي المره دي انا هفيس ايوه انا الموضوع. مش عايزاها تفضل بتهرب، لان هي لو حتى برافو والله كده لو انا سهل ان انا اروح افتح معاها الكلام، مش كل الناس سهل تعمل كده. فانا عايزاها تتعود على فكره ان انا لو بحب حد قوي وفي مشكله بينا ان احنا نتكلم فيه. انا كان عندي واحده صاحبتي كده، بس هي من بلغاريا. فكانت طبعا كل حاجه لونج ديستانس ريليشن شيب وبتاع، كان دايما انا اللي بانيشيت كل حاجه، وانا شخصيتي اصلا مش شخص بانيشيت في حاجات كتير في علاقه الصداقه وكده. فكنت دايما انا اسال عليها عامله ايه بتاع، لما تغيب شويه انا لا ادخل اسالها. كل ما اقول لها طب انت ليه عمرك ما انت اللي تبداي كونفرزيشن، تقول لي انا بخاف من فكره ان انا استارت كونفرزيشن مع حد ما اتكلم مش بشوفه كل يوم. ففضلت وراها كتير سنين، حرفيا سنين، اكتر من 7 سنين، عارفه من زمان جدا، اكتر من 7 سنين. كل ما اكلمها هي تعلق لي، يعني انا مش بعلق لها على ان هي مش بتكلمني، خلاص انا عرفت ان هي محتاجاني انا بس استارت كونفرزيشن، وهي بعد كده بتكمل الكونفرزيشن عادي خالص. فضلت كتير قوي لدرجه ان في مره انا قعدت 3 شهور مش بكلمها، كنت مسحوله في حياتي. راحت دخلت كلمتني قالت لي انت كويسه، انا بقى كتير قوي ما سمعتش عنك حاجه وما اعرفش ايه. فاللي هو انا قلت لازم اعلق، فاللي هو ايه ده، انت دخلتي قالت لي انا عمري في حياتي ما عملتها مع حد، حرفيا عمري في حياتي ما عملتها مع حد ان انا ادخل اساله. فيها الثقه ان هي تعمل بس هي فعلا في مرحله كده انت لازم تسحبي نفسك وتعودي الشخص اللي قدامك انه يواجه الحاجه دي، لاني انا مش دايما هي مش هي دايما اللي هتبقى الطرف التاني في السيتويشن. فلو انت ما تعودتيش مع الكومفورت زون بتاعتك، عمرك ما هتتعودي عليها مع ناس غريبه ما تعرفهاش.
فعشان كده هي at some عشان point كده انا بجد ايوه انا فضلت بصلها انا وانت عارفين ان في حاجه المفروض نتكلم فيها وانا مش هبدا الكلام يا مريم. خلينا متخاصمين الفكره كده. كنت مستفزه، انا استفزتها ساعتها، قلت لها على فكره انا اللي متضايقه. قالت لي مريم انا مش هتكلم تاني حتى لو انت لما انت تيجي تتكلمي. بالظبط. وفعلا انت يعني عايزه اختم الحلقه مع فكره ان فعلا البريكنج السايكل محتاج كمان مساعده مع ناس تانية. يمكن فعلا زي ما انت بتقولي ابسط حاجه ممكن تتحط يعني تتجوهر فيها الجمله دي، ان فعلا في ناس انت بتبقى نعمه من ربنا كده بتدخل، تبقى رحمه كبيره. بتدخل عليكي تحسسك ايه ده، هو في طرق تانية للحب غير اللي انا متعوده عليه كنت انا محتاجاه عشان بس ادرك ايه اللي انا عايزاه وايه اللي انا مش عايزاه وايه اللي مناسب معايا وايه اللي مش مناسب وعلى معايا. فكره وعشان تدركي ان انت مش لازم تبقي في الفايت مود دايما. ايوه وهي على بالظبط. فكره صح. زي ما انا ما طمنتها في حاجات هي برضو طمنتني في اخر الموقف ده. يعني هي برضو ان هي هتحاول وان هي ايوه وان بالظبط. هي مش يعني لينا انت خايفه من ده انا مش هعمله معاكي. فادتني طمانينه ان انا كنت خايفه لان هي كلامها ساعتها خوفني. فانا قلت هي ممكن تعمل معايا كده. فخفت على علاقتي بيها، خاصه ان انت بتتكلمي مع حد مثلا هو بيلوم نفسه من جواه مثلا. يعني معرفتي بلينا انا متخيله ان انت لو فعلا فجاه قطعتي معاها او فجاه ما قلتلهاش هي هتحس اللي هو يا لهوي وانا عملت ايه، هو ايه اللي حصل. انا قلت لها كده ساعتها، قلت لها انا رحمتي ان انت تقولي لي احنا ما ينفعش نبقى اصحاب بالظبط، عن ان انت تسيبيني لدماغي. مش هختار اعمل ده. لا بس انت وعدتيني تسيبيها؟ انك تعملي ده. انت ان وعدتيني انا ايه، انت وعدتيني انا مش تختاري هختار انهي علاقتنا. ما انا عارفه. ايوه بس لا أنا بس بتكلم لو لو حصل يعني لو خلاص زي ما احنا مثلا افترضنا انه خانقتوا. شخصيتنا اختلف، لا شخصيتنا مختلفه دلوقتي، ما بقيناش مناسبين ننفع نبقى اصحاب، بقى وجودنا مؤذي لبعض، فما تسيبينيش وتمشي. يعني قولي لي لينا احنا خلاص ما بقيناش شبه بعض، وانا شايفه ان الاحسن ان احنا نبعد، ارحم لي من ان انت تسيبيني. بالظبط. تسيبيني دي هي مش هتوفر، هي مش هتبقى اوفر يو خالص. اسهل لها بكتير ان هي تتقبل فكره ان انت ما بقيتيش في حياتها لما انت تواجهيها بده وتقولي لها انا خلاص مش عايزه ابقى في حياتك. بس ايه المشكله في ده، في ايه، ان انت يوجوالي يعني الناس الافويدنت، الناس اللي هم بيتجنبوا دول بيأتراكت ناس بيبقوا عايزين يتكلموا وعايزين يواجهوا. فلما هتيجي الشد والجذب ده بتاع بيبقى اكسايتنج جدا عامه في اي علاقه. يعني ان انت فكره ان انت الشخص اللي قدامك يبقى مختلف عنك في حاجات زي كده، ده بيجذب الشخص اللي قدامك. فانت في الاغلب هتقعي مع ناس، ويمكن تتجوزي واحد بيحب يقعد ويتكلم ويلا واحنا لازم نتناقش، عكس بقى اللي هو البنات الطبيعيه البنات اللي هي مش افويدنت، اللي هي الايموشنال يعني بتشتكي منه من جوازاتها مثلا، بتقول لا ده هو بيتجنبني. هو قاعد مع الثيرابيست يقول مراتي ما بتتكلمش معايا، معايا. عندي جزء افويدنت. فانا عارفه ان انت في الاغلب لما هتاتراكت حد بيحب يتناقش ويحب يواجه ويحب يتكلم، فتعودي بقى. فلازم تتعودي بالظبط، لازم تتعودي ان فعلا في مراحل ما انت لازم تخرجي من الاوت اوف كومفورت زون عشان تحافظي على علاقه معينه انت عارفه ان طريقه الافويدنس دي هتاذيها اكتر ما هتفيدها. فاهمه؟ مبسوطه ان انت ايوه انا كمان كونفرسيشن تحفه. حاسه ان احنا ممكن ناخدها في حاجات تانية يعني. حاسه كده. بس يعني هنحاول نقنعها انها تطلع معاك. هي مره واحده بس هنديكي حقك في البرايفسي. لما تلاقي الناس بتقول عايزين بالظبط. لا بجد، لا كونفرسيشن تحفه بصراحه بجد. بسطت معاكم ونتمنى ان الناس اخرناكي معانا او طولنا في الحلقه اخرنا عليهم. نتمنى الناس تتبسط معانا زي ما احنا اتبسطنا كده. ولو حد عايز يقول اي حاجه لمريم ممكن يحط لنا كومنت واحنا هنحط لكم صورتها. لا هنعمل منشن على بالظبط. انتظرونا في حلقه جديده.